هنتكلم النهارده عن أنماط التعلق، وليه بتعلق بالناس، وهل التعلق في حد ذاته سيء؟ يعني احنا كتير قوي بنشوف على الانترنت او بنشوف فيديوهات او بنشوف ريلز بتقول ايه، بتقول لك ان التعلق وحش والحب حلو. انت لو متعلق بحد دي حاجة وحشة، ولو انت بتحب حد هو ده الحاجة المظبوطة. اوعى تتعلق بحد. وبنشوف الريلز دي كتير. وجاوبوني ازيك يا روان. وحشتيني يا روان والله. ازيك يا روان، عاملة ايه؟ انا مبسوط ان انتوا كلكم موجودين، انتي ومنى وسام كلكم موجودين، مبسوط بيكم جدا جدا. وصابر موجود. ازيكم؟ والله العظيم مبسوط بوجودكم جدا. وان شاء الله هنتكلم النهارده عن انماط التعلق بشكل قوي علشان انتم موجودين كمان. يلا بينا نرجع. فالناس كلها بتقول ايه؟ بتقول لك ان التعلق في حد ذاته وحش. التعلق في حد ذاته مش حاجه كويسه. لو انت متعلق خاف، او لو حد مثلا ساب علاقه، ساب طلاق، فركش خطوبه، فركش ارتباط مع البنت اللي بيحبها، او بالعكس، فيجي يقول لك ايه؟ والله ما دام انت متألم كده يبقى انت كنت متعلق بيه، وده تعلق مش حب. وبقى الكلام ده انتشر بشكل كبير جدا، ان ده تعلق مش حب، ان الحب حاجه تانية، ان الحب ما فيهوش الم ولكن التعلق فيه الم. فانا جاي النهارده عشان اقول لكم ان الكلام ده بشكل كبير جدا خاطئ. اللي احنا بنسمعه بشكل كبير قوي ده خاطئ. مفيش حاجه اسمها ان التعلق وحش والحب هو اللي حلو، وما دام انت متألم يبقى انت متعلق. الفيديوهات دي معموله علشان بشكل كبير قوي تلم مشاهدات. لما اقول لك ان انت متعلق مش بتحب، هتيجي تقول يبقى انا ما كنتش بحب الشخص ده، يبقى انا كنت محتاجه الحلقه دي جدا. خلاص الحمد لله على السلامه. الحمد لله. على فكره الناس دي يا جماعه قلت لهم من 5 ايام كنت في العياده، قلت لهم ما تنسوش تعملوا فولو علشان تحضروا الجروب ثيرابي معانا، فما تنسوش تعملوا فولو النهارده علشان تحضروا بعد كده الجروب ثيرابي معانا. بيكون كل كام يوم الساعه 10، يوم الثلاث والاربع والخميس بطلع لكم العياده بعمل فقره اسال معالج نفسي، فما تنسوش تعملوا فولو علشان تكونوا ضمن الجروب ثيرابي بتاعنا. نرجع لموضوعنا. فكره ان انا لو انا بتعلق بشخص فانا كده في نطاق وحش، ولو انا بحب شخص يبقى انا كده زي الفل. ولو انا بحب شخص مش هتألم بسببه لو لا قدر الله حصل اي مشكله في العلاقه. الكلام ده غير صحيح بالمره. طيب، اول كلمه ممكن تكون نزلت في القرآن هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني اصلا الانسان من فطرته العلق، التعلق، ان انت هتتعلق بحد. ولو انت مش بتتعلق بحد يبقى انت مش بني ادم. لو انت مش بتتعلق باقربائك، مش بتتعلق بوالدك، مش بتتعلق بوالدتك، مش بتتعلق بالبنت خطيبتك، يبقى انت مش بني ادم. ففكره ان التعلق في حد ذاته هو شيء سلبي، ده اعرفوا ان دي مجرد فيديوهات علشان تلم تفاعل، علشان تلم مشاهدات. وللاسف بقى ناس كتيره جدا بتتكلم في غير فهم. تعلق تعلق تعلق، ولكن من اساسك كبشري ومن اساسك كبني ادم انك تتعلق. قولوا لي يا جماعه لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده بشكل كبير جدا او بتشوفوا الحاجات دي وقدر كبير مننا ممكن يكون صدقها. يعني جاوبوني كده، شاركوني النهارده. يلا خلينا نبدا الجروب ثيرابي بتاعنا النهارده او السبورت جروب بشكل حلو. قولوا لي، هل فعلا انتوا كنتوا متخيلين ان مجرد فكره التعلق دي في حد ذاتها سلبيه، وان بلاش تتعلق بحد؟ شاركوني كده. هل نحن تحت سيطرة المشاعر أو هي تحت سيطرتنا؟ هي مش بالشكل ده. المشاعر ممكن أن تدار ولكن بنقبلها في نفس الوقت. خلق الإنسان من علق. مظبوط يا إيمان. انا فاهمه ان التعلق ده مرض نفسي. لا بقى، ايوه هو ده اللي انا اصلا جاي النهارده عامل عشانه. التعلق مؤذي، ودي فكرتي لحد دلوقتي. عشان كده احنا عاملين الجروب ده، السبورت جروب بتاعنا ده النهارده عن التعلق، لان ناس كتير جدا فاكره ان مجرد فكره التعلق انا كده رايح في داهيه. فكره التعلق بس اول ما تدخل هتبوظ اي علاقه. ولكن نسينا. طب يا دكتور ايه اللي بنستفيده من المحاضرات؟ محاضرات ايه؟ نسينا ان احنا بشكل كبير قوي احنا اصلا معتمدين على التعلق. ولو مفيش تعلقات في حياتنا، فإذا إحنا أصلا في خطر. ومن بداية وجودنا كنطفة فبنتعلق بجدار الرحم، بنتعلق. فأول وجودك أصلا في الحياة كنطفة موجود في تعلق. فعدم إحساسك بأن التعلق ده شيء يمكن أن يكون جيد أو آمن، ده في حد ذاته تشوه معرفي. يلا بينا نتكلم النهارده. هكلمكم ان شاء الله في 5 محاور. يلا بينا
بلوك على طول. الناس اللي ممكن تكون مش على قدر من التفاهم بلوك على طول بدري كده. فالمهم ان شاء الله ان شاء الله هنتكلم النهارده في 5 محاور. هنتكلم عن 4 انماط للتعلق. عايز اعرفكم ان التعلق ليه 4 انواع. كانوا من حوالي كام سنه كده كانوا مكتشفين او بيتكلموا في 3 انواع بس. اول نوع هو التعلق الامن، وهو النوع الوحيد الصحي. ماشي، هسيبكم كده مش هقول لكم باقي الانواع بتوع التنميه البشريه. هسيبكم كده مش هقول لكم باقي الانواع عشان اعرفها لكم في محور. يلا بينا نتكلم على المحور الاول، الا وهو مقدمه. مش هكلمكم على احد الانماط، هكلمكم يعني ايه نمط تعلق. يعني انتم ممكن تكونوا حاضرين معايا لغايه دلوقتي الجروب ثيرابي بتاعنا. كل الناس اللي داخله جديد ما تنسوش تعملوا فولو علشان تحضروا معانا الجروب ثيرابي بتاعنا بعد كده. يبقى اول حاجه يعني ايه نمط تعلق، عاملين وكاتبينه اهو فوق كده. يعني ايه نمط تعلق والكلام ده كله. عرف التعلق الامن. حاضر يا دكتوره ساره، واحده 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 عليا. فاول حاجه يعني ايه نمط تعلق مش تعلق امن. قال لك نمط التعلق هو البرنامج الداخلي اللي تكون جواك من بدري. يعني نمط التعلق هو زي ما يكون معتقد اتكون معاك من بدري وبيحدد انت بتقرب للناس ازاي. يعني النمط ده هو معتقد اتشكل عندك من فترة الطفولة، الفترة اللي جاية من حياتك، مراهقتك، شبابك، طفولتك، هتتعلق بالناس اللي حولك ازاي. طب ده جه منين؟ العلماء قالك ان ده بسبب الرعاية الوالدية الأولى. يعني إيه؟ يعني بابا أو ماما أو من يقوم مقامهما. يعني إيه من يقوم مقامهما؟ يعني أنا ماما ما كانتش موجودة بس خالته نرمين، إزيك يا نرمين؟ فناس قالوا لي انا ما كانش عندي ماما بس كان عندي خالته مثلا. انا ما كانش عندي لا بابا ولا ماما بس كان في عمي. انا ما كانش عندي الاثنين دول وتربيت في ملجأ ففي الداده مثلا. فهو مقدم الرعايه الاولي هو المسؤول عن نمط تعلقك في البدايه، وهو ده اللي هيسير عليه كل اللي جاي بعد كده. هتتعلق بمين بعد كده وشكل تعلقك ده هيكون عامل ازاي. يعني هو اللي مسؤول بشكل كبير قوي انت بتقرب للناس ازاي. هل بتقرب لهم بخوف، ولا بتقرب لهم بحذر، ولا بتقرب لهم باندفاع، ولا بتقرب لهم وانت قلقان، ولا بتقرب لهم وانت متوجس؟ ايه تاني؟ وهو اللي بيحدد انت ليه ممكن تكون خايف من القرب. ليه القرب في حد ذاته بالنسبه لك خطر؟ وناس كتير بيكون موجودين في العياده يقولك ان مجرد وجودنا في دايره امان ده خطر. وفي ناس لما جينا نعمل جروب يا اسراء ما بقربش دي في حد ذاتها. يا سنام ازيك؟ ما بقربش دي في حد ذاتها هي دي. وفي حد سنام بتقول ليه ممكن اخاف اقرب من حد؟ الاثنين دول انماط تعلق مختلفين. يعني عجبني قوي السؤالين بتوعكم دول انماط تعلق مختلفين. هقول لكم على كل نوع فيهم. المهم، وانماط التعلق ده او معتقد بتاعك ده هو اللي بيحدد انت بتتمسك اكتر ولا بتبعد اكتر. قولوا لي كده بما اننا بنتكلم، قولوا لي هل انتوا بتتمسكوا بشكل اكبر ولا بتبعدوا بشكل اكبر؟ طيب البرنامج ده بيقول لك انه اتكتب من تجاربك الاولى. لما كنت محتاج حد مثلا وما لقيتش، لما كنت محتاج امان في اشد احتياجك للامان واتسبت. ومش لازم الكلمه اللي انا بقولها دي ان انا اتسبت يبقى انا اتسبت بشكل كبير او ان انا اتسبت بهجران فظيع، ولكن اتسبت اتضحك عليا. كان بابا بيغيب بالايام وما بيتقاليش ليه. فده بيخلق جوايا اصلا ان انا هاترك، ان انا في شكل من الاشكال ممكن اتساب. فده بيبقى احيانا بدايه نمط تعلقك. لما كنت بتتقابل بالرفض او التجاهل، افتكروا الكلمه دي كويس قوي لان ده اللي هيحدد بشكل كبير قوي النمط بتاع التعلق بتاعك هيكون انه نمط من الانماط الاربعه. المشكله بقى ان المخ بيحفظ التجارب دي. يعني مخك اول طريقه انت اتعاملت بيها من صغرك في التعلق بالوالدين او التعلق باحد منهم، هو مخك بيحفظ الطريقه دي. بيشوف هل كان في قدر من الحنيه ولا كان في قدر من الترك ولا مخك بيحفظها وبيحولها لقانون. القانون ده بيكون obvious جدا، واضح جدا. زي ايه مثلا؟ زي كلمه القرب خطر. مجرد ما قربتك من الناس خطر.
لو انت تعرضت في علاقتك الاولانيه لتهديد، لترك. فالمخ بيقوم جاي حاطط ليبل كده يقول لك ايه؟ القرب خطر، او لازم اتمسك باللي قدامي جدا جدا علشان ما تسابش. اكني حاسس باستمرار ان انا محتاج اقدم حاجه عشان اتقبل. وقولوا لي لو الكلام ده بنسمعه كتير في البيت، ان انت لازم تجيب درجه معينه علشان نحبك، انت لازم تكون حلو بطريقه معينه علشان نفسحك الحته الفلانيه. فانت حاسس دايما ان انت محتاج ان انت تقدم شيء معين علشان تتقبل. فالمخ بيبدا بدل ما هو حاطط الليبل بتاع القرب خطر، ممكن يقول انا لازم اتمسك وبشده علشان يقبلوني. الفكرة بقى ان تجربتك الاولى دي لما المخ بيبدأ ان هو يحط العلامة بتاعتها ويبدأ يقول والله العظيم انا خلاص انا اتعاملت بالطريقة الفلانية فاذا القرب خطر. المشكلة ان الفكرة دي ما بتنتهيش في فترة الطفولة، بل هي الطريقة اللي بيعتمد عليها مخك علشان يتعامل مع باقي الناس طول فترة حياتك إن لم يتحول إلى وعي. عايز أقول لكم حاجة قبل ما ندخل ونكمل فكرة أنماط التعلق ونتكلم عنها. ده أنهي نوع؟ ده ولا نوع يا جماعة؟ ركزوا معايا، ده ولا نوع. أنا بديكم مقدمة ما هو وما هي أنماط التعلق. إيه هي؟ يعني إيه نمط تعلق؟ عشان احنا بنقول أنماط يعني إيه؟ يعني هي الطريقة اللي أنا بتعامل بيها مع الناس في كيفية قربي وتركي لهم، وده بيكون معتمد عليه بشكل أساسي علاقتي الأولى بالوالدين. عايز أقول لكم حاجة بس ما تتخضوش، العلماء من أكتر من 20 سنة أو من 100 سنة حتى تصدقوا كانوا قايلين إن أنت لو اتعرضت لطريقة مش كويسة من 3 سنين ل5 سنين في حياتك الأولى ملكش علاج. تخيلوا بقى، ملكش علاج، يعني هتعيش فجوة وزي فراغ دائم لا يوجد له علاج ولن يسده شيء. تخيلوا كده، يعني من اكتر من 100 سنه كان الناس بتتعامل في علم النفس ان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده ملهوش علاج. يعني انا هكلمكم دلوقتي على انماط التعلق، اللهم لك الحمد دلوقتي ليه علاج. من 20 سنه او 25 سنه بالظبط بداوا يقولوا ان في تعافي من علاقتك الاولى بالوالدين ان كانت فيها تعلق غير امن. قبل كده كان بيقول لك لا والله خلاص كده ده قدرك. حبيت اقول لكم الفكره دي. المهم، احنا كل ده لسه في المحور الاول بنتكلم عن ايه هي انماط التعلق. يلا بينا هقول لكم معلومه نفسيه عصبيه. بيقول لك ايه؟ التجارب العاطفيه المتكرره بتكون مسارات عصبيه ثابته في المخ. يعني تجاربك العاطفيه مع مقدمين الرعايه الاوائل، بابا وماما، علاقاتك الاولانيه دي بتبني مسارات ثابته في مخك، مسارات ثابته، والمخ بيستخدمها تلقائيا في اي علاقه جديده كانها حقيقه. يعني ايه؟ هديكم مثال بسيط كده. يعني بشكل كبير لو انتوا في العلاقه الاولانيه مثلا كان في هجران بشكل كبير، كان الطفل بيتساب يعيط، كان ما بيتاخدش بالنا منه بشكل عام، فالطفل حط نمط تعلق ان هو كل الناس هتسيبه. حلو كلام. فالطريقه دي مخك بيبني بيها مسار عصبي ثابت في المخ، او تتعرفوا على خطيبك او الكلام ده في مراحل متقدمه من عمرك، تيجي تلاقي نفسك مخوناه، تيجي تلاقي نفسك قلقانه منه. طب ليه؟ لان في مسار عصبي موجود جوه مخك، انت بتتعاملي معاه في علاقاتك اللي بعد كده وكانها حقيقه. خلاص هم بيسيبوا، كل الناس هتسيبني، وهنتكلم في الانماط دي. جون باولبي اول واحد هنذكره النهارده. يلا بينا نتكلمكم عن مقوله عالم نفس الباحث في نظريه التعلق وانماط التعلق. عايز اقول لكم على حاجه، انماط التعلق وفيها 2 عملوها، جون باولبي وواحده اسمها ماري اينزورث. الاثنين دول عملوه بعد الحرب العالميه، لما لقوا ان في اطفال كتير قوي كان عندهم انماط تعلق مختلفه بسبب فقدان والديهم في الحرب، حاجات كتير كده. فاول واحد هنتكلم عنه النهارده هو جون باولبي. بيقول لك ايه جون باولبي بقى؟ بيقول لك الارتباطات المبكره تشكل نماذجنا الداخليه عن العلاقات. الارتباطات المبكره تشكل نماذجنا الابديه عن العلاقات. قال الابديه ولا قال ايه؟ الداخليه، نماذجنا الداخليه عن العلاقات. يعني اللي حصل ونمط التعلق بتاعي اللي حصل مع والدي ووالدتي، خدوا بالكم ده مؤسس نظريه التعلق. في الاول هو ده
اللي بيأسس النموذج اللي انا بتعامل فيه بعد كده في العلاقات. فتيجي تقول والله ده جود بوي، الناس دي كويسه بتعاملني بشكل كويس، هو انا ليه خايف دايما ان انا هتساب؟ علشان النموذج الاول اللي اتعامل معاك من وانت صغير، فانت كبرت وانت فاكر ان الناس كلها كده. ماشي. مصطفى حجازي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الطفل الذي لم يحتوى يكبر وهو يبحث عن الاحتواء في كل علاقه. الطفل الذي لم يحتوى يكبر وهو يبحث عن الاحتواء في كل علاقاته. الطفل اللي ما خدش احتواء من صغره بيكبر وهو بيدور على الاحتواء في كل العلاقات، بيدور بس ان حد يحتويه، لدرجه ان ممكن حد يقول له كلمه حلوه يبقى طاير بيه السما. ايه ده اكيد خلاص، ده اكيد اللي عمره ما هيسيبني. وناس كتيره يا جماعه كلمتني مثلا في العيادات بتقول لك ايه، تقول لي ده اذا كان مثلا بابا ما حبنيش يبقى في حد من بره هيحبني. بيبحث بشكل دوري ومستمر عن الاحتواء بره. لو ما خدوهوش يبقى الطفل الذي لم يحنو والديه عليه بيظل يبحث عن الاحتواء، محتاج احتواء، والاحتواء هو احتياج اساسي. عشان بس ما حدش يسمع الكلام اللي انا بقوله كده ويجي يقول ايه والله اصل الناس كده هي اللي بتحتاج كده والناس ما تحتاجش، المفروض ان واحد ينشف شويه. لا، دي مش حقيقه. او العكس، ممكن يدور على حد ما بيحبهوش زي بابا فعلا. ولكن داخليا بيبقى بيبحث يا وسام، داخليا بيبقى بيبحث عن هذا الاحتواء. ولكن اللي انت بتقوليه ده حاجه عندنا في علم النفس اسمها تحقيق النبوءه. انا ببقى ببحث عن الاحتواء ولكن غصب عني اقع في نفس النموذج اللي ما كانش بيحتويني. رسالتك حلوه جدا. طيب اعرف ادي نفسي ده؟ لا، ما اعرفش ادي نفسي ده، اعرف ادي نفسي قدر منه ولكن مش كله. بالظبط، بحس ان بخسر علاقات حلوه، مش صح بالظبط. يلا بينا. بصوا بقى، المقولة دي حلوة قوي، جايبها لكم ابن القيم. بيقول ايه؟ القلب يتعلق بما ألف ولو كان فيه ألمه. القلب يتعلق بما ألف ولو كان فيه ألمه. يعني ايه؟ يعني قلبك ممكن يتعلق باللي اتعود عليه. ده الرسالة اللي كانت لسه مكتوبة. قلبك يتعود على عدم الحب او عدم وجود احتواء، حتى لو ده مؤلم بالنسبه لك. فتلاقي حد اللي كان مثلا لسه بنقول مثلا انا بابا ما حبنيش، فاروح ادور على الشخص ده يطلع ما حبنيش زي بابا مثلا. طب ليه كده؟ لان القلب بيتعود ويتعلق بما الف. هو ده اللي انا متعود عليه، دي مش حاجه غريبه والله، ده اللي انا متعود عليه على طول. فعلشان كده احنا النهارده هنتكلم عن انماط العلاقات علشان ما نقعش في حاجه زي كده تاني، علشان بشكل كبير نحول اللاواعي لواعي، فاعرف ان انا اتعامل معاه. وزي ما قلنا في الجروب ثيرابي اللي فات او اللي قبله، اتكلمنا وقلنا الى ان يصبح اللاواعي واعيا فيظل يظهر في حياتك وستسمي ذلك قدرا، لغايه لما اللاواعي اللي بيحصل في حياتك على طول وانت مش واخد بالك تحوله لواعي ونتكلم عليه ونسميه ونحطه قدامنا زي ما احنا بنعمل في الجروب النهارده. هتظل تسمي ذلك قدرا. هتقول ده قدري والله ان انا ابدا ان انا ارتبط بناس توكسيك، انا على طول برتبط بناس توكسيك، وانا على طول حياتي كده، وانا مش هرتبط بناس كويسه. هي الناس الكويسه راحت فين؟ ما راحوش في حته. انت نمط تعلقك احيانا هو اللي بيجيب في حياتك الناس دي، خد بالك. وعايز اقول لك عايز اقول لكم كلكم قبل ما نخلص المحتوى الاول ده، ان طريقه حبك مش شخصيتك. دي حاجه انت اتعلمتها. طريقه حبك مش دي شخصيتك الاساسيه، دي حاجه انت اتعلمتها من الصغر. وطريقه تعلقك في الانماط اللي احنا هنشرحها الجايه دي مش هي دي شخصيتك. يعني احنا ان شاء الله لما هنشرح انماط التعلق النهارده، مش عايز حد ياخدها يقول بس انا اهو. طب وبعدين انا اهو ايه؟ خلاص كده ده شخصيتي وده هتفضل للابد. الناس العلماء كانوا بيقول لك كده من حوالي 30 سنه، ولكن ده انتهى. احنا بعون الله ان شاء الله النهارده هنقدر ان احنا نتكلم عن انماط التعلق، وان احنا نتكلم عن طرق التعافي منها، ومجرد وجودها على الواعي ده هيخلينا بشكل كبير نتعافى منها. ماشي، يلا بينا. اول سؤال النهارده وده اخر المحور بتاعنا ان شاء الله. الاول، حاسس ان طريقه حبك او تعلقك شبه طفولتك؟ يلا بينا، عايز اجابات من كلمه او كلمتين، او لا. هل انت شايف ان طريقه حبك او تعلقك بالناس شبه طفولتك او شبه اللي انت تعرضت له في طفولتك؟ فك التعلق بيحتاج وقت طويل، هي رحله، ولا طويل ولا قليل. طول ما احنا شغالين عليه بيكون بيكون
ممكن ان احنا نفكه بشكل كبير. لا. ايوه ماشي. اختلفت بعد العلاج، ما بقتش اتعلق. ماشي حقيقي. ماشي. غير متوفر عاطفيا مثل امي. ماشي. الله ينور يا جماعه. ماشي. خدوا بالكم انا بسالكم الاسئله دي لان الاسئله دي هي اللي هيعتمد عليها بشكل كبير المحاور بتاعتنا اللي جايه. يلا بينا. السؤال الثاني، بتقرب بسهوله؟ يعني انت في علاقاتك بتقرب بسهوله وبامان ولا بتبقى حذر الاول وقلقان؟ السؤال الاولاني كان حاسس ان طريقه حبك وتعلقك شبه طفولتك. السؤال الثاني، بتقرب بسهوله ولا بتحذر الاول، بتقلق الاول، بتقلق من اللي بيحصل؟ لا حذرة جدا. لا. ازيك يا سوزي عامله ايه؟ ببقى حذرة جدا. بقرب بسهوله. تمام. حذرة. ماشي. معانا ناس جديده النهارده، والله مبسوط جدا بالناس اللي اول مره تحضر. تنسوش تعملوا فولو علشان تحضروا معانا كل جروب ثيرابي ان شاء الله. 100 100. ماشي. 100 100. يلا بينا لأول، ده المحور الثاني، هنتكلم عن أول نمط من أنماط التعلق ألا وهو التعلق الآمن. وده يعني أنا قلت إن أنا أستفتح لكم بيه علشان يبقى نفسكم مفتوحة كده. ده النمط التعلق الوحيد الآمن. يعني كل اللي إحنا جايبينه بعد كده قصة. كل اللي احنا جايينه بعد كده أنماط مشوهة، ولكن ده النمط الوحيد الآمن والنمط الوحيد الصحي. فلو انت كده من بدايتها لقيت ان انت مش موجود في النمط التعلق الصحي ده، اعرف ان انت في حاجة من الحاجات الجاية وربنا يسترها علينا جميعا. ماشي. فرصة وحيدة، بديكوا فرصة وحيدة. التعلق الآمن. ماشي. ده ايه بقى؟ ده النمط اللي بيخلي العلاقة مريحة مش مرهقة. حطوا الجملة دي عنوان. طول ما علاقاتك مريحة اعرف ان انت في تعلق آمن. لو انت علاقاتك مش مريحة، مرهقة بشكل كبير، خطوبة، ارتباط، زواج، صداقة، اي حاجة من الحاجات دي، لو وصلت لمرحلة الارهاق اعرف ان احنا مش في نطاق التعلق الآمن. طب امتى اعرف ان انا في نطاق التعلق الآمن؟ اول ما اعرف ان علاقاتي بمن حولي مريحة. علاقتي بشريك حياتي مريحة، علاقتي بأصدقائي مريحة. أكيد أنا مش فيه. ربنا يستر. ربنا يستر. ماشي. طيب، الشخص هنا بيكون بيحب بدون قلق مفرط. يعني أنا بحب وبحب الناس اللي حواليا وبحب الناس اللي معايا، ولكن بدون قلق مفرط إن الشخص اللي قدامي ممكن يسيبني أو أسيبه. بيعرف يطلب اللي محتاجه وحطه تحت الجملة دي 100 خط. الاحتياج بيطلب. الاحتياج بيطلب. لكن الناس اللي بتقول لك لا ما يطلبش، لا بيطلب. واكتر العلامات اللي تدل ان انت في علاقة جيدة ومريحة هو ان انت تعرف تطلب احتياجك. عارف انا محتاج ايه، واقول لكم حطوا برضو تحت الكلمة دي خط، انا عارف انا محتاج ايه. لكن مفيش علاقة مريحة من غير ما انت تكون عارف نفسك بشكل كبير. انا لو ما لقيتش الراحة بخلع. احنا هنعيش كم مرة فعلا؟ لو مفيش راحة بشكل كبير انا هعيش كم مرة علشان تقضي لي نص عمرك في علاقة اصلا تستنزفك؟ ماشي. يعرف يطلب اللي محتاجه. عنده ثقة في نفسه وفي اللي قدامه. عنده ثقة دائمة فيه وفي اللي قدامه، ولكن لما اللي قدامه يكتسبها بشكل كبير، ولكن بشكل كبير برضه عنده ثقة في نفسه وفي علاقاته. بيقدر يقرب ويبعد بدون خوف. يعني ايه اقدر اقرب وابعد بدون خوف؟ يعني انا اقدر ما اردش على التليفون مثلا وانا مش قلقان، وقرب وانا مش قلقان. يعني ايه؟ يعني مثلا شخص مرتبط ببنت مثلا، فيقدر ان هو ما يردش عليها لعدد من الساعات. لكن اللي احنا بنشوفه بشكل كبير قوي في المسلسلات وبنشوف في الواقع والكلام من ده، اللي هو ايه، مسج ما ردش، اديله المسج الثانيه، اديله المسج الثالثه، اديله المسج الرابعه، وتلاقي الشخص الثاني بيرد بشكل بسرعه. يا ده انا هرد عليها لاحسن تعمل لي مشكله، والعكس ده انا هرد عليه لاحسن يحصل مشكله، ده انا لو ما ردتش دلوقتي هيتخرب بيتي. فهنا نمط التعلق الآمن بيقولك إن هو يقدر يقرب ويبعد بدون مشكلة كبيرة، واضحة، بأمان. يعني هنا اللي أنا قلته ده ممكن يبان بشكل ما مثالي، ولكن هو مش مثالي، هو متزن.
اقدر اقرب وابعد وانا واثق، اقدر اقرب وانا مش قلق مفرط. فهنا النمط ده مش عايز حد ياخده في صورة المثالية، عايزه حد ياخده في صورة الاتزان. اللي عنده النمط ده غالبا فهم ان انا مهم. خدوا بالكم بقى، فكرة ان انا ادخل في علاقات وادخل في تعلقات، انا محتاج ان انا افهم ان انا مهم. من طفولتي خد اهتمام، من طفولته خد اهتمام وخد راحة وخد شوفان، حس ان هو مهم. فهو كبر بدون استعلاء، كبر وهو عارف انا مهم، انا استحق، ولكن بدون نرجسية واستعلاء، انا استاهل. وصلت له الرسالة دي من صغره. البني ادم بيكون نازل، ربنا منزله بقيمته، قيم. انت نازل وفر لك 2 ياخدوا بالهم منك، فانت اصلا بني ادم مكرم. ولكن من خلال العلاقة الأولية بالأب والأم وما إلى ذلك، ممكن ان انت يوصل لك معلومه ان انت مش قيم، انت ما تستاهلش، وانت عشان تتحب محتاج ان انت تقدم 1 و2 و3. صحيح يا جماعه، انا نسيت ان انا اكلمكم. انا لما عملت الجروب ثيرابي ده اتكلمت عن التعلق في العياده. عملت حاجه في اخر الجروب، حاجه اسمها سيف اكزit. يعني ايه سيف اكزit؟ يعني ان احنا نقفل الجروب ده بامان او بدون جروح. لان اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، انماط التعلق دي، يعني سامحوني ما قلتها لكوش في الاول، موضوع على قدر ما من الالم شويه، لان احنا بنتكلم على العلاقات الاوليه، وبنتكلم على علاقتي بوالدي ووالدتي في اوائل الطفوله، فبيكون مؤلم بشكل ما. فيعني شدوا حيلكم معايا ماشي، عشان ده موضوع مش سهل. علشان كده ده الجروب ثيرابي او السبورت جروب رقم 13، ده اللي انا اتفاجئت بيه. فعلشان كده قلت ان انتوا تستحملوا شويه، فتقدروا ان انتوا تاخدوا المعلومات بتاعت النهارده. في حد بيسأل ازاي التعلق الآمن ده المواصفات دي كلها واسمه تعلق؟ ازاي التعلق الامن ده بالمواصفات دي كلها واسمه تعلق؟ السؤال ده ممكن يكون جاء من حد ما شافش المقدمه، لان المقدمه كنا بنقول بشكل كبير ان من اول سوره نزلت على النبي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. فقلنا مفيش انسان بدون تعلق، من وانت نطفه قد كده تعلقت بجدار الرحم. ففكره ان مفيش تعلق، احنا بدأنا ولا ايه؟ ده احنا في النص. فكرة ان مفيش انسان بدون تعلق دي فكرة كاذبة. يجب ان تكون في تعلقات، لازم يكون في حياتنا تعلقات، ولكن تعلقات آمنة. نرجع تاني، اللي عنده النمط ده غالبا اتعلم ان انا مهم، وان مشاعري ليها قيمة. مشاعري ومشاعر الاتجاه اللي حواليا ليها قيمة، ومشاعري لا تناقش، ومشاعري قيمة. انا مهم ومشاعري مهمة، وحاسس بشكل كبير قوي ان في حد هيكون موجود لما احتاجه. وهقول لكم على نقطه مهمه جدا. وانا بقرا وبحضر لكم اللايف ده، انا اصلا محضره من اكتر من 3 سنين، تصدقوا بقى؟ ده من اوائل الحاجات اللي انا عملتها في المجال النفسي. قال لك ان اللي بيكون عنده تعلق آمن بيكون عارف ان هو يطلب المساعدة، ولكن اللي بيكون عنده تعلق غير آمن، ولسه هنتكلم قدام، هو مش ما بيكونش عارف يطلب المساعدة، هو احيانا ما بيكونش عنده فكرة ان انا ممكن اطلب مساعدة. متخيلين؟ يعني ما عندوش الكونسبت ده في دماغه. يعني هو مش مثلا عنده وبيقول لا والله انا مش هطلب مساعدة، لا، ده احيانا بيكون ما عندوش كونسبت ان انا اطلب مساعدة. انا مش فاهم يعني ايه اطلب مساعدة؟ تصدق ايه ده؟ هو في حد مسجل، ما تقلقش. حتى لو طلبت، لا انت بتقولي يا ندى حتى لو طلبت، لا، ده في ناس في التعلقات الغير آمنة بتقولك انا مش فاهم يعني ايه مساعدة. ايه ده؟ هو في حد ممكن يساعدني؟ فلما نيجي نقول ان في نمط التعلق الآمن هو يعرف يطلب مساعدة، ما نفتكرهاش حاجة هينة، لا، ده في ناس ما عندهاش الفكرة اساسا. يلا بينا نخش على المعلومة العصبية للي لسه داخل. احنا في نمط التعلق الآمن، المحور رقم 2. نمط التعلق الآمن ده أول نمط تعلق. الأمان العاطفي بيقلل استجابة الخطر في المخ. تخيل بقى، يعني أمانك العاطفي، وجود حواليك علاقات آمنة وأنت مطمئن حوالين الناس اللي معاك، ده بيقلل مراكز الخطر أساسا في المخ، فبالتالي التوترات بتقل وأمراض القلق العام بتقل، وبيخلي الجهاز العصبي في حالة تنظيم وهدوء. فتلاقي ان جهازك العصبي مش متوتر بشكل كبير. جربوا تبصوا كده على حد في علاقة، هتلاقيه على اليوتيوب. خش هنا على الاسم بتاعي كده، مش عارف انا مشاور صح ولا لا. خش هنا على الاسم بتاعي كده، هتلاقي ان لينك اليوتيوب موجود في البايو. لا انا مشاور غلط، يبقى هو هنا ماشي.
لينك اليوتيوب في البايو، هتخشي عليه هتلاقي الجروب ثيرابي اللي قبل كده. فبقول لكم جربوا تشوفوا حد كده في علاقاته غير منتظمه ومرتبط بعلاقات توكسيك كتير، وبيطلع من علاقه يخش علاقه، وبنوته تطلع من علاقه تخش علاقه، وشوفوا جهازه العصبي، شوفوا عصبيته على اهل بيته، شوفوا عصبيته في الشارع في الشغل، شوفوا عدم انتظامه في مشاعره. لان العلاقات الغير امنه والتعلقات الغير امنه بتخلي الحياه بشكل كبير قوي غير مستقره. كارل روجرز بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك العلاقة الآمنة تسمح للإنسان أن يكون نفسه بدون خوف. العلاقة الآمنة تسمح للإنسان أن يكون نفسه بدون خوف. يعني من أهم صفات علاقتك الناجحة الآمنة بشريك حياتك وبالناس اللي حواليك إن أنت تكون نفسك. أيوة أنت، ومن غير خوف. يعني أنا من غير ما أخاف هو رد فعله هتكون عاملة إزاي. انا بطريقتي باسئلتي بشكلي بلبسي بستايلي بشعري انا. لكن في علاقات كده اول ما نخش فيها تلاقي اللي قدامك غير ده وغير ده، وانت طريقتك الفلانيه مش عجباني، واحنا محتاجين نغير فيك الحاجه الفلانيه، واحنا محتاجين شعرك ده يقصر شويه، واحنا محتاجين دقنك تعمل فيها كذا، واحنا محتاجين ان انت تلبسي الحجاب تقلعي الحجاب تعمل مش عارف ايه. لان انت بتتحول، انت مش انت. فمن علامات ان انت في علاقه هادئه امنه فيها تعلق امن هي ان انت تكون نفسك بدون خوف. وعايزكم يا جماعه تكتبوا عايزكم تكتبوا عبد الملك، ازيك يا صديقي؟ عايزكم تكتبوا المقوله دي لو حد يقدر يكتبها علشان ترجعوا لها. ويا سلام لو انتوا في الجروب بتاعنا النهارده بتكتبوا يا الله عليك يا روان، تكتبوا المقولات دي والله، خدوها مكتوبه معاكم، اقسم بالله هتفرق معاكم بشكل عظيم في حياتكم. انا مجمع لكم مقوله لعالم نفس غربي، مقوله لعالم نفس عربي، مقوله اسلاميه، ومقوله لاديب عربي، ومقوله من صديقكم المفضل بقولها لكم في كل محور. انا ما احبش ان حد يساعدني دي يا صابر، ده معناه ان احنا ما عندناش تعلقات امنه. ماشي. محمود المهدي قال لك ايه؟ قال لك الشعور بالامان هو اساس الصحه النفسيه. الشعور بالامان هو اساس الصحه النفسيه، انتم متخيلين؟ وكان في هرم للاحتياجات، الشعور بالامان كان على اعلى قمه الهرم، اعلى حتى من احتياجاتي الفسيولوجيه. يعني ايه احتياجاتي الفسيولوجيه؟ يعني الاكل والشرب. تخيلوا بقى، يعني شعورك بالادام من عدمه ده بيرتبط بشكل كبير قوي بصحتك النفسيه. فانت لو واحد لا يشعر بالامان بشكل كبير قوي اعرف ان صحتك النفسيه على المحك، احنا ممكن نكون داخلين في اضطرابات نفسيه. الشعور بالامان هو اساس الصحه النفسيه. ما تنسوش تعملوا فولو علشان تدخلوا معانا الجروب ثيرابي ده بعد كده ان شاء الله. يلا بينا. عباس العقاد قال لك ايه؟ قال لك القوه الحقيقيه ان تكون مطمئنا من داخلك، وانت لا تستطيع ان تكون مطمئنا من داخلك الا بعلاقات سويه. تخيل بقى، القوة الحقيقية هي أن تكون مطمئنا من داخلك، ولا تستطيع أن تكون مطمئنا من داخلك إلا بعلاقات سوية. ففكرة إن أنا ما بتعلقش بحد، مش محتاج حد، أنا مش محتاج حد في حياتي، أنا ما بحتاجش حد حتى لو هطلب من مين إيه، اعرف إن أنت كده بشكل كبير انت جهازك العصبي في حالة توتر دائم. وبنستغرب ليه وسواس قهري، ليه رهاب اجتماعي، ليه علاقات توكسيك، ليه كل ده؟ طبعا علشان مفيش هدوء داخلي بسبب نمط التعلق. فلو انت علاقتك بمن حولك آمنة اعرف ان انت بداخلك هتكون مستقر. الأمان أهم شيء في جميع العلاقات طبعا يا سارة. الحمد لله على السلامة يا سارة. طبعا مقولة بقى صديقكم المفضل، العلاقة مش المفروض إن هي تكون بتقلقك، المفروض العلاقة تكون بتسندك. علاقاتك مش عشان تقلقك، علاقاتك علشان تسندك. فلو علاقاتك بمن حولك مليئة بالقلق اعرف إن أنت علاقاتك فيها نمط تعلق غير آمن. لو علاقاتك مليئة بالأمان اعرف إن أنت في نمط تعلق آمن. يلا بينا. عايز أسألكم أسئلة المحور ده. ده كان شرح التعلق الآمن. حبيبي يا عمار صديقي عمرك حسيت بالأمان مع حد قبل كده؟ أو عمرك حسيت بالأمان في علاقاتك القريبة قبل كده؟ يلا بينا. عايز أو لأ؟ يلا بينا. أو لأ؟
ان شاء الله هنحل ده يا صابر دلوقتي. لا ماشي يا ندى، متنسوش تعملوا فولو علشان تدخلوا معانا الجروب ده كل شويه. لا كل دي لا يا جماعه، مفيش طيب ساعات الحمد لله على السلامه، ايوه اللهم لك الحمد. مش قوي بس احسن من الاول. ماشي. لم اشعر بالامان الا مع ماشي. في اخر 4 سنين لا كتير قوي. ادم لا لا ايوه انا ماشي. طيب السؤال التاني عشان افكركم بالسؤال الاول، عمرك حسيت بالامان مع حد قبل كده؟ السؤال التاني، وجود الشخص ده خلاك اهدى؟ لو قلتوا وجود الشخص ده خلاك اهدى ولا لسه القلق جواك؟ واللي قالوا لا، هل كان في وجود شخص من الاشخاص خلاك اهدى، خلى جهازك العصبي اهدى نهائي مدى الحياه؟ ماشي يا ميكي. بالعكس زاد القلق. اوكي. مية مية. كان في. ماشي يا ملك. كان قبل كده لا ماما بس. ماشي يا وسام. منى ازيك يا منى؟ عمري ما حسيت بالامان مع نفسي علشان احس بيه مع حد، عشان كده مع النفس ده اول حاجه ماي بيست فريند بس. ماشي يا روان. ولا مع احفادك؟ الاحفاد حبايبك. ماشي. ده كان اول نمط من انماط التعلق، وهو النمط الامن الوحيد. علاقاتك هادئة، عارف نفسك، عارف تكون نفسك بشكل كبير، عارف تحس باللي حواليك، اللي حواليك حاسين بيك، انت بشكل ما جهازك العصبي مستقر وحالتك آمنة. أبويا وأمي اللهم بارك. ماشي. فلو احنا مش هنا، يلا بينا على المحور الثالث ونمط التعلق الثاني. احنا عملنا المحور الاول كان مقدمة، المحور الثاني كان نمط التعلق الآمن، المحور الثالث هو نمط التعلق. حد يقول كده ايه المحور اللي احنا داخلين عليه؟ امان مع دول منين بس؟ ماشي. ازيك يا يمنى؟ هل التعلق الآمن ده بيكون في العلاقات المختارة بس ولا العلاقات المفروضة عليا زي ما لا، العلاقات المختارة بشكل ما هي دي اللي انا بتعافى. لو العلاقات اللي بسبب اهلي مثلا مسببه لي تعلقات غير آمنة، فانا بحاول اخلق تعلق آمن مع نفسي ثم بالآخرين. سؤالك حلو قوي على فكرة. بنعمل فقرة أسئلة يا آية ما تقلقيش. المرضي ما هو كل اللي جايين مرضي. القلق، الله ينور عليك يا وسام. نمط التعلق القلق اللي هو anxious attachment، ومن اسمه كده نمط التعلق القلق اللي هو انا بكون قلقان باستمرار، خايف باستمرار، خايف اسيب، خايف اتساب، خايف ما يردش. هو ليه اتاخر؟ هو ليه مش بيرد عليا باستمرار؟ هو ليه ما كلمنيش النهارده الصبح؟ هو ليه مش بيكلمني كل شويه؟ هو ليه ما بصليش البصه الفلانيه؟ هو ليه عمل كذا؟ ليه؟ نمط تعلق قلق باستمرار. تلاقي ان الشخص اللي قدامك في العلاقه دي، حتى لو انت شخص انت كان عندك تعلق امن في طفولتك فانت حاسس بالامان، فتيجي تدخل في علاقه تلاقي الشخص اللي معاك دايما قلقان، دايما مخونك، دايما حاسس انك هتسيبه، دايما بيقولك ما تسيبنيش، دايما يقولك خليك معايا طول العمر، دايما نمط التعلق القلق، دايما قلقان. بيحصل منين نمط التعلق القلق ده؟ كان في عالمه اسمها ماري اينزورث عملت ايه؟ عملت تجارب كده على الأطفال، فلقوا إن نمط التعلق القلق ده هو الأطفال اللي كانوا أحيانا الأم أو الأب يكون موجودين ثم لا يكونوا موجودين. هو مش آمن باستمرار، هو مش على طول بيدي حنان مقدم الرعاية الأولي، هو مش على طول موجود، لا هو مش عارف، فأنا قلقان، فده بيخلق نوع من التذبذب. انت معايا ولا مش معايا؟ انت هتبقى موجود ولا مش هتبقى موجود؟ ممكن اتساب لغايه اما تعيط واتفلق من العياط، ثم مره تانية من اول ما ابدا اعيط اتشال. فبيحصل عند الطفل كده نوع من انواع التعلق القلق. انا قلقان، انا مش عارف المره الجايه ايه اللي هيحصل. الحمد لله. ده النمط اللي بيخلي الحب فيه توتر دائم، قلقان باستمرار. الشخص هنا بيفكر كتير، يقول لك انا بفكر كتير جدا. مين بيسأل ايه؟ ازاي نكسر نمط التعلق ده؟ لسه يا ايه احنا لسه بنشرحه. لسه بنشرحه.
الشخص بيفكر كتير، بيخاف يتساب باستمرار. انا خايف اتساب، خايف يسيبني، هو بيكلم مين، هو ممكن يسيبني ويروح لحد تاني. فتلاقيه في علاقاته خايف يتساب باستمرار، وغالبا في النهاية بيحصل المراد من كتر تشبثه باللي قدامه. بخاف اتساب باستمرار، محتاج تأكيد مستمر. انت بتحبني؟ طب انت هتفضل معايا؟ طب واحنا مهما حصل انت مش هتسيبني؟ طيب طيب طيب. فبيحتاج تأكيد باستمرار، وده بشكل كبير قوي بيخلي الشخص اللي قدامه مش طايق نفسه. زي يا انس، اتكلمت عن التعلق وحب شخص ولا لا يا دكتور؟ لسه بتكلم هو يا صديقي. محتاج يطمن دايما، الله ينور عليك، محتاج دايما تأكيدات، محتاج دايما يطمن. وده على قد ما هو للأسف ضحية هذا النمط، ولكنه بيكون نمط مرهق جدا للشخص اللي قدامك في العلاقة. بيحلل كل حاجة بزيادة، كل حاجه بتتحلل بزياده. طب مش يمكن حصل كذا؟ ده فلانه الفلانيه عملت له لايك، ده فلان الفلاني قال لها صباح الخير، ده كذا ده كذا. عنده تحليل دائم لكل شيء. مين دي ومين اللي عمل لك ده وايه اللي حصل وقول لي وفهمني. تحليل واوفر ثينكينج. لو الرساله اتاخرت يبدا يقلق، لو في تغيير بسيط جدا يبدا يخاف. لو الرساله اتاخرت، يعني انا بعت له الساعه 12، لو مش 12 ودقيقه رد عليا ابدا اقلق. يا ترى هو في ايه؟ يا ترى هو فين؟ ولو في تغيير بسيط جدا، والله كان متعود يرد عليا بعد ربع ساعه، النهارده ما ردش عليا غير بعد تلت ساعه، يبدا يقلق. السبب ايه؟ السبب مش انه ضعيف، السبب انه تعود ان ده الامان ده مش ثابت. سبب اضطراب التعلق القلق هو ان هو تعود ان الامان مش ثابت، الامان رايح جاي. ده مش ضعف، هو مش ضعيف، هو مش بيسأل كده عشان ضعيف ومش واثق في نفسه، هو علشان نمط تعلقه الأولي بمقدمين الرعاية الأوائل بابا وماما وكده كان نمط أصلا تجنبي، هو نمط قلق. هو مش عارف، هو مش عارف، مش قلقان، هو قلقان باستمرار وخايف ان انت تبقى معاه النهارده ومش معاه بكره. لو احنا هنا، بصوا يا جماعه، لو انتوا هنا وبتسمعوا، والله يا دكتور كلامك بيجيب راحه، ربنا يبارك لك بجد، ربنا يبارك في عمرك يا انس، ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. لو انت الشخص ده، فاحنا النهارده بنتكلم علشان نخلي الموضوع في الواعي بدل اللاواعي، وعلشان تبدا تتعافى منه. لو انت قدامك الشخص ده، ما تاخدش كلامي ده وتعامله بشفقه وتقول انا هفضل معاه لغايه اما يتشافى. لا، شفائه هو مسؤوليته. فكره اي كان فيكس هيم، لا، مش عايز حد ياخد اي جروب ثيرابي من اللي احنا بنتكلم فيه ولما يعني يسقط الكلام اللي احنا بنقوله على شخصيه موجوده في حياته، يبدا ان هو يتعامل معاها بشفقه. لا، الشخص اللي قدامك بالغ عاقل راشد يقدر ان هو يعالج نفسه، انت ممكن تيسر له السبيل ان هو يوصل للعلاج او ترشح له معالج نفسي او ما الى ذلك. لكن انت تعامله بشفقه وتقول هفضل معاه طول عمري مهما عمل، لا، ده انت كده مش بتعالجه، انت كده بتقوي عنده النمط بتاعه. يلا بينا نخش على المعلومه العصبيه. قال لك نشاط زائد في اللوزة الدماغية اللي هو الأميجدالا اللي هو مركز الخوف في المخ، بيخلي المخ يفسر الغموض كتهديد فيزود القلق والتعلق. يعني ايه؟ يعني اللوزة الدماغية اللي في المخ دي بتفسر، بيزيد النشاط بتاعها اللي هي مركز الخوف في العقل. معلش ناخد بقى المج بتاعي بتاع النهاردة وبعد كده بقى ايه نكمل المعلومة العصبية. محدش قال لي هو بيشرب ايه النهارده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش هكمل لكم بس الحته العصبيه دي عشان ايه ما انساش. يبقى مركز الخوف في المخ اللي هو اللوزه الدماغيه اللي هي الاميجدالا نشاطها بيزيد، فبيخلي القلق يزيد والاحساس بالامان يقل. ده بسبب ايه؟ بسبب ان اللوزه الدماغيه دي بتبدا ان هي تفسر كل غموض ان هو تهديد. يعني ما بعتليش مسج ده تهديد، ما ردش عليا يا لهوي تهديد، انا خايف، انا ايه اللي هيحصل، يا ربي هو هيسيبني ولا مش هيسيبني، وما الى ذلك وما الى ذلك. ده السبب العصبي. انتوا عارفين، ركزوا معايا بس كده علشان النهارده الموضوع تقيل شويتين. كل محور احنا بنشرح بنقول العنوان فيه، بنقول نوع التعلق او نمط التعلق، ثم بنشرحه، ثم بنستفيض في شرحه، ثم بقول لك المعلومه العصبيه ايه اللي بيحصل جوه مخك جوه دماغك،
ثم بنقول مقولة لعالم نفس غربي، ثم مقولة لعالم نفس عربي، ثم مقولة إسلامية، ثم مقولة لأديب من أدباء العرب، ثم مقولة طبعا بتاعت صديقكم المفضل، أحلى مقولة في الكلام ده كله. ماشي؟ ماشي. القلق ان تكون تقيل على الشخص اللي معاك، بيكون تقيل فعلا، بيكون تقيل فعلا. المج اتاخر، احنا شربنا خلاص، لا انا حاجتي لسه سخنه. حاجتي لسه سخنه، هوريكم المج انتوا عارفينه. ماشي. العالمه اللي كنت بقول لكم عليها ماري اينذورث بقى، اللي عملت التجربه بعد الحرب العالميه الثانيه علشان تعرف انماط التعلق الاطفال اللي ابائهم توفوا في الحرب او قتلوا في الحرب. قال لك، بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك عدم الاستقرار في الرعايه بيولد حاجه مستمره للطمانينه. عدم الاستقرار في الرعايه بيولد حاجه مستمره للطمانينه. يعني لو الرعايه بتاعتك الاوليه ما كانش فيها اطمئنان، نمط واحد ثابت الام او الاب ماشيين عليه بشكل طبيعي هادئ، نمط من الامان والاحتواء والمراعيه وكل الاشياء دي ثابته، هتكون انت دائما في البحث عن الطمأنينة. يعني انت لو لم تتعرض لهذه الطمأنينة المستقرة الثابتة في حياتك الأولية على طول، هتكون دايما بتبحث عنها دايما. وبصوا، عايز احط كده كذا شرطة تحت دايما. سبحان الله، كانوا العلماء دي لما عملوا التجارب دي كان بيقول لك دايما خلاص ده قدرك، انت رحت كده خلاص مع السلامة. لكن دلوقتي سبحان الله وجد العلاج، ان انت بمجرد معرفتك بكل المعلومات ان شاء الله اللي انا هقولها لك النهارده، هتطلع الموضوع عندك في البري فرونتال كورتكس، في الواعي، في عقلك الواعي، تقدر ان احنا ان شاء الله نكسر انماط التعلق دي. اقول لكم المعلومه تاني، عدم الاستقرار في الرعايه يولد الحاجه المستمره للطمانينه. خليك عندك حاجه مستمره دائمه للطمانينه. مقوله بقى عربيه، التعلق الزائد غالبا خوف متخفي في شكل حب. يعني تاني كده، التعلق الزائد غالبا خوف متخفي في شكل حب. التعلق الزائد غالبا خوف متخفي في شكل حب. يعني لما تلاقي حد متعلق فيك بشكل زائد جدا جدا جدا، والدتك، والدك، اخوك، اختك، زوجتك، خطيبك، تعلق زائد جدا، ده بيحبني قوي، لا، ده خوف متخفي في شكل حب. خوف، هو خايف بشده وعنده انماط تعلق قلقه، يقول الله ده بيحبني قوي، ده الوحيد اللي مش هيسيبني، لا، دي حاله مرضيه، ده مش حب طبيعي. الحب الطبيعي السلس وانماط التعلق الامنه هي اللي تسيب لك مساحه انك تتنفس، انك تروح وتيجي. لكن انماط التعلق القلقه دي، نمط التعلق القلق ده، فبتلاقيه خوف جامد جدا وتعلق شديد جدا وانت فاكره حب، هو مش حب، هو خوف متخفي في صوره حب. حد بيتعرض لده كتير يا جماعه؟ حد بيتعرض لده كتير؟ يعني حد تعرض له اصلا قبل كده، حس بتعلق قلق، حد بيرتبط بيه بشكل كبير جدا، فيقول الله ده بيحبني قوي؟ انا في كليه تربيه وباخد مواد تربوي علم نفس زي اللي انت بتقوله. طب الحمد لله، يعني في توافق في الكلام يعني. الحمد لله. لا ما تعرضناش لده، لا مش للدرجه، الحمد لله، الحمد لله، تمام. يلا بينا. محمود درويش بقى بيقول لك ايه، الخوف لا يمنع من الموت لكنه يمنع من الحياه. يعني لو انت الشخص اللي عندك خوف مستمر اتجاه علاقاتك، ان الخوف، محمود درويش بيقول لك ان الخوف لا يمنع من الموت ولكنه يمنع من الحياه. خوفك المستمر ده على اولادك، خوفك المستمر على اللي انت بتحبهم، خوفك المستمر ان حد ممكن يسيبك، خوفك المستمر باستمرار ده لن يمنع القدر، ولكنه يمنعك من الحياه ويمنع من حولك من الحياه. يعني هيمنع اللي حواليك انهم يعيشوا، هيمنعهم بشكل كبير جدا ان هم يعيشوا حياتهم، هتلاقيهم هم مش عارفين يعيشوا منك، او انت مش عارف تعيش بسبب خوفك. فخوفك لن يمنع اي شيء الا ان يمنعك من حياتك. فاعرف ان انت لو مصاب بنمط التعلق القلق او اي نمط، او شيل يا عم نمط التعلق القلق، لو انت مصاب بالخوف الدائم على من تحب او على نفسك، اعرف ان ده مش هيمنعك من اي شيء الا ان هيمنعك من الحياه. ناس كتير بتخش لي وبتسالني وبتقول لي ايه علاج الرهاب الاجتماعي، ايه علاج كذا، ايه علاج الكذا. خوفك المستمر لن يمنع من التخيلات والسيناريوهات السيئه الموجوده بدماغك.
انا خايف يحصل كذا، خايف يحصل كذا، خايف يحصل كذا، فتقف، فما تعملش حاجه، فما تروحش الفرح، فما تقدمش على حاجه، فما تنزلش من البيت، فما تعملش اي حاجه في حياتك، فنلاقي ان في الاخر خالص هو ما عملكش حاجه غير ان هو منعك ان انت تعيش حياتك. وكتير مننا بيكون موجود قاعد في السرير، قاعد ما بينزلش، ما بيعملش اي حاجه، خايف ينزل، مش قادر ينزل، الاكتئاب انا متفهم والله، ولكن هو لن يحدث شيء الا ان يمنعك من الحياه. كام سنه وانت قاعد لسه القعده دي. يلا بينا. مقولة صديقكم المفضل: مش كل تعلق حب، احيانا بيكون خوف من الوحده. يعني ممكن يكون حد متعلق بيك بشكل كبير جدا، مش حب، خايف من الوحده، خايف انك تسيبه، خايف ان ما يبقاش في حواليه حد. الخوف ضد الحب. كل شخص انا متعلق بيه وبحبه ممكن اكون عندي مقدار من الخوف ليه، ولكن الخوف المرضي المستمر مش دايما حب. مش دايما لما تلاقي حد ماسك فيك بزياده، متعلق بيك بزياده جدا، تبقى انت فاكر ان هو بيحبك. ممكن يكون مش بيحبك، ممكن يكون عنده تعلق مرضي، اللي هو نمط التعلق القلق. قولوا لي ان دي احلى مقوله سمعتوها في المحور ده عشان انا اللي قلتها، ها؟ ولا مش هنكمل اللايف؟ ماشي، يلا بينا على الاسئله. لما حد بيتاخر عليك، بتقول ان هو مش مهتم، او بتحس بخطر، او بتحس بتهديد؟ يلا بينا. والله انت جامد، ربنا يبارك فيك. احلى مقوله طبعا. ماشي والله فعلا احلى. ماشي يا جماعه، خلاص هكمل. ماشي خلاص، ما دام طبلتوا لي، انا بحب الطبل قوي. هو الواحد يطلع بس بكلمه لطيفه كده يعني. ممتاز، ربنا يبارك فيك. لا عادي. بقول لكم ايه، اسالكم السؤال التاني على طول. اول سؤال كان بيقول لما حد بيتاخر عليك، بتفتكر ان هو مش مهتم، او ان انت في خطر؟ ناس قالت مش دايما، ناس قالت ناس قالت لا. استاذ محمد ازيك. السؤال التاني: ولا بتقدر تدي مساحه وبتستنى بهدوء؟ بتقدروا تدوا مساحه وتستنوا بهدوء ولا لا؟ على حسب الشخص. ماشي يا من. معانا ناس جديده، وتنسوا تعملوا فولو علشان تبقوا في الاسره معانا. بيختلف على حسب الشخص والى اي مدى افعاله متوقعه او الباترن. شكلك بتحللي بشكل كبير يا يمنى. احيانا. ماشي. طيب حلو قوي، حلو قوي. ردكم، خدوا بالكم بقى وانتوا بتردوا على الاسئله دي، هي الاسئله اللي بشكل كبير قوي بتوضح نمط التعلق بتاعنا. المحور الثالث، المحور الرابع بس نمط التعلق الثالث. يعني احنا اتكلمنا كده عن نمط التعلق الامن، وبعدين نمط التعلق القلق. هنخش على نمط التعلق رقم 3 بقى، المرضي برضو، الا وهو بقى ايه؟ حد عنده فكره الثالث؟ احب اسمع ارائكم كده. ايه نمط التعلق الثالث؟ بسيب مساحه طبعا ليه وللي جنبه. ده شكله تخلي رهيب يا اسراء، انا عارف اللي فيها ما تعمليش فيها متخليه جامد يعني. التجنبي. وبعدين معاك يا وسام. ماشي يا شوي. ماشي. التجنبي. ايه يا جماعه، خلاص كلكم عارفين نمط التعلق والافويدنت كمان. كل ده عارف. تمام ماشي. طب ما حد يطلع يا جماعه يشرح لنا كده، ممكن يكون بيشرح حلو. ممكن تكونوا مواهب مدفونه على فكره. ماشي. تعلق متجنب. ماشي يا عم ماشي. اللي هو الافويدنت اتاتشمنت، نمط التعلق التجنبي. بصوا، انا بودي اشرحه، انا مش مذاكر. ركز بقى بعد كده، شكل اخواتك كلهم مذاكرين الا انت. انا بشرب شاي بلبن بالفراوله دلوقتي، معرفش تعرفوه ولا لا، انا بشرح لكم وانا كويس. ماشي، يلا بينا. نمط التعلق التجنبي. تنسوش تعملوا فولو علشان تدخلوا معانا الجروب ثيرابي الجاي ان شاء الله. يلا بينا. ده النمط اللي بيخلي الشخص بعيد حتى وهو قريب. تخيلوا بقى، ده النمط اللي بيخلي الشخص بعيد حتى وهو قريب. يعني ممكن يكون قريب منك، ممكن يكون قريب منك في صلة الدم، في صلة القرابة، في الصداقة، ولكن داخليا بيكون بعيد. داخليا بيكون مش مأمن لك، داخليا بيكون مش مرتاح، داخليا بيقول ان مفيش حد في دايرة أقربائي
او الدايره القريبه مني. واقول لكم على حاجه، لو اتفرجتوا على مسلسلات كتير، او اتفرجتوا على يعني اللي هو المسلسلات البوليسيه ويجيب القتله المتسلسلين والكلام من ده، ليه دايما عندهم النوع ده من التعلق؟ اللي يقول لك انا ما بحطش حد في دايره اماني، انا ما اثقش في حد، ما فيش اي حد ممكن اثق فيه او احبه او ادخله عشان ده ضعف. والحقيقه اللي احنا هنعرفها النهارده ان هي مش دايما ضعف. ماشي. الشخص هنا بيعمل ايه؟ بيهرب من القرب، مش عارف- من بابها بيهرب من القرب، بيخاف يعتمد على حد. لا انا مش هعتمد على حد، واعتمادي على اي حد ممكن يكون نقطه ضعفي. بيحاول يبان قوي دايما ومش محتاج لحد، ومفيش حد يدخل دايره اماني. بيفضل لوحده بدل ما يتوجع. حطوا بقى تحت الكلمه دي 100 خط كده، يعني ايه بيفضل لوحده بدل ما يتوجع؟ بصوا، العالمه اللي انا حكيت لكم عنها اللي هي اسمها ماري اينزورث دي عملت ايه؟ جابت طفل ماشي، هو متجيه مع قعداه هو ووالدته في اوضه فاضيه، وبعدين امرت الوالده ان هي تطلع بره وبعدين تخش. فكان في اطفال مع غياب الام ورجوعها بيبقوا مطمئنين عادي، يعني الام غابت ورجعت بيبقوا مطمئنين. فده كان بيدل بشكل كبير جدا ان نمط التعلق بتاع الطفل ده امن. هو كان مطمن ووالدته موجوده، ومطمن ووالدته مش موجوده لمده قصيره من الزمن علشان هو مرتاح. نمط تاني كان من الاطفال بيعمل ايه؟ لما والدته بتطلع بيبدا ان هو يعيط بشكل هستيري، فلما والدته بتدخل بيبدا ان هو يتمسك بيها بشكل غير طبيعي. فده نمط التعلق رقم 2 اللي هو نمط التعلق القلق. نيجي بقى لنمط التعلق الثالث اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو الافويدنت، اللي هو المتجنب. كان الطفل ده لا يبدي اي اهتمام باي احد حتى بوالدته. فلما كانت بتطلع وبعدين تيجي راجعه علشان تحتضنه ما كانش بيبادلها نفس الحنان. فده نمط التعلق التجنبي. اللي هو عمل ايه؟ قال لك ايه ده؟ هو انا مامتي هتمشي؟ ايه ده معناها ان هي ممكن تمشي وممكن ترجع. فالقلق، نمط التجنب القلق، قال لك ايه؟ قال لك لا، امسك فيها جامد قوي 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 لحسن تسيبك تاني، احنا لو سابتنا تاني هنضيع. لكن نمط التعلق التجنبي قال لك ايه؟ ايه ده؟ هي بتمشي وبتيجي وممكن الامان ده اخده وماخدوش، مش عايز خالص، خليهولك، بلاش منه، مش محتاجك يا عم. فلما والدته بقت بترجع يقول لك مش محتاج. لا، هو انت كل شويه هتروحي وتيجي؟ هو انا شويه هتحبيني وشويه تانية هحس ان انت مش مهتمه بيا؟ مش عايز خالص من بابه. كان فتره من الفترات في الصومال او السودان حاجه كده يعني، حصل مجاعه غير طبيعيه، وعلشان الدول المجاوره تبعت مساعدات للاطفال كان خدت وقت طويل قوي. فلما اليونايتد نيشنز او الامم المتحده بعتت مساعدات بالباراشوت، بقت ترمي مساعدات صناديق اكل والحاجات دي بالباراشوت للاطفال اللي في المجاعه دي، حصل حاجه كانت غريبه جدا 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 جدا. الاطفال الجوعى جعانين راحوا لغايه البوكس ده وراحوا لغايه البتاع ده، بصوا عليه وفتحوه لقوا فيه اكل وما خدوهوش، سابوا الاكل ومشوا. ممكن حد يفسر ان ده ضرب من الجنون، يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ ولكن هم كانوا عندهم نمط التعلق التجنبي افويدنت. احنا كنا في مجاعه وفي مجاعه بشكل كبير جدا، وانتم ما بعتلناش مساعدات، فدلوقتي بعتوا لنا مساعدات، والله حاجه جميله، بس انا ما اضمنش ان انت تبعت لي تاني، فانا ممكن اتعود على الشبع، فبلاش منه احسن، بلاش احسن. هو ده بشكل كبير قوي نمط التعلق التجنبي، اللي هو بيقول لك ايه؟ والله ايه ده؟ هو انت شويه هتديني حنان وشويه لا؟ بلاش منه خالص. عكس القلق اللي كان بيتمسك بشكل كبير جدا بالام، ده يقول لك بلاش والله ما عايز. فيكبر بقى نحاول نديله محاولات الحمام، يقول لك فكك مش عايز خالص، شويه هتديها له شويه تاخدها مني، مش عايز. وقولوا لي لو انا بتكلم كده، يا اسراء، قولوا لي لو انا بتكلم كده في حد لمست معايا. اسهل حال، الله ينور عليك يا رودينا. بالراحه طيب، ربنا يستر يا جماعه. هو عادي يكون عندي صفات من النمطين؟ يا سلام على السؤال ده، يا سلام على السؤال ده. هل عادي ان انا يكون عندي صفات من النمطين، نمط التعلق القلق ونمط التعلق التجنبي؟ مش هجاوبكم المحور الجاي. اسالي، اسال. حاسه ان انا جوه النمط ده قوي، ماشي.
ماشي، يلا بينا. فكرة بقى في الشخص ده، هو مش بارد، هو اتعلم ان القرب ممكن يوجع فبيحمي نفسه بالبعد. هو مش بارد، وهو بس وصل له معلومة ان القرب ممكن يوجعني، القرب ممكن يأذيني، فبحمي نفسي بالبعد. لا يا عم، هتقرب مني يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك. انت ممكن بقربك الجميل قوي ده توجعني، فبما انك هتوجعني انا مش عايز، ومش عايز خالص. مش عارف ايه واقف بين الماضي والمستقبل ده اسمه ايه، يعني مش عارف ايه التفسير ده اصلا، ممكن افهم منك اكتر بعد كده. مش ممكن ده اكيد، ايوه مش ممكن، دي مش حاجه ممكنه. اللي عنده نمط التعلق التجنبي ده دي مش ممكنه. هو انت مش ممكن تعمل كده وممكن لا، انت اكيد هتعمل ده، انت اكيد هتعمله، واكيد قربي منك باي شكل من الاشكال هيوجعني. يلا بينا نتكلم على المعلومه النفسيه العصبيه اللي بتحصل للي عنده نمط تعلق تجنبي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك المخ بيقلل الاحساس بالمشاعر، عافيه بيقلل الاحساس بالمشاعر كآلية دفاع، ميكانيزم ديفنس ميكانيزم. مخك بيقلل احساسك اصلا بالمشاعر، فتحس ان القرب فعلا لا مش قد كده يعني، مش محتاجه قوي يعني انت مش كذاب، او اللي عنده النمط ده مش كذاب، هو فعلا مخه بدأ يعمل آلية دفاع اللي هو لا مش محتاج والله، فمشاعري اقل او احساسي بالمشاعر اقل، علشان يتجنب الالم المتوقع. وحطه تحت المتوقع دي خطين. هو بيعمل كده لان هو اصلا متوقع الالم، انا متوقع ان هيحصل لي حاجه، انا متوقع ده، فبلاش منها من بابها. سيجموند فرويد بيقول لك ايه بقى؟ ما يتم كبته لا يختفي بل يعود في صورة أخرى. ما يتم كبته لا يختفي بل يعود لك في صورة أخرى. يعني اللي اتكبت من زمان ومشاعرك اللي انت كان نفسك تطلعها وكبتها من زمان مش بتختفي، دي هتجيلك وهتجيلك بصورة أخرى. يعني هتجيلك بشكل تاني، يعني هتجيلك في صورة علاقات أخرى. يعني لو حصل ده مع ماما ممكن يحصل مع خطيبتك، لو حصل ده مع بابا ممكن يحصل مع جوزك. اي حاجه بكبتها يا جماعه بقول انا زي الفل. وكلامي اكتر للناس اللي بتاخد رحلات علاجيه والناس اللي بتتابع مع المعالج بتاعها وكلام من انت لو فاكر ان اللي انت بتكبته الحمد لله عدت اهي عدت، هتجيلك يا صديقي، هتجيلك وهتجيلك في وقت تاني وهتجيلك قويه كمان، هتجيلك قويه، هتجيلك في وقت انت مش عارف تلم فيه شتات امرك. علشان كده لو حد بيتابع مع معالج او خد رحله ثيرابي قبل كده والكلام من ده هتلاقيه المعالج بيحثه دايما ان هو يطلع اللي جواه. لا سمي لي مشاعرك، لا قول لي، لا عرفني، علشان هيجي لك تاني. ودكتور احمد عكاشه بقى من كبار علماء النفس العرب بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانسحاب العاطفي وسيله دفاع وليست قوه. الانسحاب العاطفي وسيله دفاع وليس قوه. اللي احنا بنشوفهم على التلفزيون يقول لك انا ما بثقش في حد وانا ما بهتمش بحد وانا ده مش قوه، دي وسيله دفاع. يعني ده ديفنس ميكانيزم، يعني ده ماسك، يعني هو جوه الماسك ده في شخصيه خائفه، في شخصيه قلقانه خايفه تتساب، خايفه تقرب فتتوجع، فقاعده جوه السور اللي او الماسك اللي مبينها قويه. لا انا ما بثقش في حد، لا انا ما اقربش من حد، انت فاكر ان انا محتاج لحد؟ لا يا حبيبي انا مش محتاج لحد. هو من جوه غلبان، هو من جوه نفسه في علاقه امنه ولكن مش عارف. قولوا لي لو الكلام ده حد لمس معاه بشكل ما، هو كان بيقول الكلام ده وهو فعلا من جواه حاسس ان هو نفسه يقرب من حد. الله ينور. انا عايز الناس اللي تكتب المقوله قوي زي عينيا. لمس حد الكلام ده يا جماعه؟ نعم انا. ماشي. منا بقت معالجه خلاص ولحد الان. لمس ايه ده؟ علقه. ماشي. وكيف كسر هذا النمط؟ ماشي، هنتكلم في كل، لسه هنعمل تمرين. بصوا يا جماعه، كلنا بنسال ان احنا عايزين نكسر هذا النمط، احنا لسه بنفهمه. ساعات كتير واحنا بنتفرج على حد على اليوتيوب او بنتفرج على معالج او بناخد جلستنا النفسيه والكلام ده، قول لي اعمل ايه يا جماعه؟ عندنا مثلا في علاجات اسمها علاجات بالتقبل، علاج المعرفي السلوكي، علاج بالمخططات المعرفيه. بصوا في كم معرفه غير طبيعي، انت لو لم تفقه الموضوع، لو اديتك حلول في نفس الوقت اللي انا بديك فيها المعرفه والله ما تعرف تعمل حاجه. يعني انا هل ممكن اكون بشرح لك وبخليك تحل في نفس الوقت، او بشرح لك وبمتحنك؟ مستحيل. هنوصل للكلام ده، بس انا يا جماعه بصوا اقول لكم على حاجه.
اللي انا بشرحه لكم ده اتشرح لمعالجين نفسيين، يعني كان في صف معالجين قاعد كده بيتشرح لهم اللي انا بقوله ده، كانوا بيقعدوا يتفكروا يعني اقعد شوف النمط ده فيك ولا مش فيك. اقعد خبطك خد اقعد استكين، ما تمسكش الموبايل. يعني بعد ما نقفل اللايف ده اقعد اهضم اللي حصل. ان انت تتخبط خبطه زي دي يا جماعه، اللايف ده والجروب ثيرابي النهارده مش بسيط، مش خفيف. انا بقول لكم وانا بعمله في العياده مع ناس متمرسين كنت قلقان، كنت قلقان والله. وكنت بحاول اعمل زي ما بقول لكم خروج امن، سيف اكزit، لان الموضوع ده مش بسيط. ففكره ها يلا بينا نعمل ايه، عايزين نطلع من النمط ده يا جماعه. اهدى. الموضوع صعب، الموضوع مش بسيط، الموضوع مش هين. فكره ان انت باستمرار حاسس بمشاعر معينه مسيطره على طريقه قربك من الناس اللي حواليك دي مش هينه. اهدى. انا مش عايز حد يكسر النمط، انا عايزكم تفقهوه، تاخدوا بالكم منه، تقروه في الناس اللي حواليكم. الله يطمن، الله يطمنك كده. يمكن عشان تعبنا عشان نوصل لحد يقول لنا العلاج فعلا يا ندى، فبنكون مستعجلين اكتر من ان احنا نهضم اللي حصل. فعلشان كده انا جاي اقول لكم ان العلاج مش ان احنا نكسر الحاجه دي، ان احنا نفقهها. نفقهها. ماشي. بصوا بقى، المقوله دي جايبها لكم من احد اعظم التابعين اللي هم رأوا الصحابه ولم يروا النبي عليه الصلاه والسلام، بشر الحافي. بيقول لك ايه؟ اذا هربت من الناس فاعلم ان في نفسك شيئا لم تصلحه. مفاجأة. إذا هربت من الناس فاعلم أن بداخلك شيئا لم تصلحه. مفاجأة قوية، قنبلة مدوية، بنرميها في نص الجروب وبنطلع نجري. لو أنت بتهرب من الناس بصفة مستمرة اعرف إن أنت جواك حاجة أنت ما صلحتهاش. دي مش قوة، اعرف إن فيك حاجة. اعرف إن أنت بشكل كبير لو أنت قاعد في البيت، لو أنت قاعد في السرير، لو أنت بتعاني من شيء معين، لو أنت مش قادر تواجه الناس، في حاجة أنت لم تصلحها. في اكتئاب، في وسواس، في رهاب، في قلق. ممكن نقعد نقول الناس وحشه، الناس وحشه. بداخلك شيء لم تصلحه. انسى الناس، انت دلوقتي بداخلك شيء لم تصلحه. فاللي انا عايز ادعوكم ليه النهارده، كل واحد لو عنده حاجه من الحاجات اللي انا بقولها النهارده دي يبدا يفتش فيها. ابدا فتش، ابدا تحسس مسدسك زي ما بيقولوا، ابدا اقلق، ابدا شوف اذا كان جواك شيء لم تصلحه. يعني عايز اقول لكم ان ممكن تكون دي المقوله الاقوى النهارده. ماشي. إذا هربت من الناس فاعلم أن بداخلك شيئا لم تصلحه. ده كده من زمان بقى. كده الموضوع قديم كده. روح الدعابة دي هي اللي مهونة الجروب يا جماعة. الشاي مظبوط جدا. يلا بينا نخش على مقولة لأهم الأدباء العرب، مش عارف تعرفوه ولا لأ. حبيبي يا زياد، طول ما أنت بخير أنا بخير. الراجل ده كان بحبه جدا لحب والدي فيه. ماشي. هو أديب اسمه أنيس منصور. أنيس منصور بيقول إيه بقى؟ نحن لا نهرب من الناس بل نهرب من مشاعرنا اتجاههم. نحن لا نهرب من الناس بل نهرب من مشاعرنا اتجاههم. يعني أنا مش أحيانا بهرب من الناس فعلا ومن كينونتهم فعلا ومن الناس بشكل عام، أنا بهرب من مشاعري اتجاههم. أنا ممكن يكون نمط تعلقي بيهم نمط تجنبي، ممكن أكون خايف منهم، ممكن أكون خايف يسيبوني، ممكن أكون خايف يخدعوني، خايف يخونوني، خايف يخذلوني. فأنا ممكن أكون بهرب من المشاعر بتاعتي اتجاههم، مش بهرب منهم. فعايز كل واحد يراجع النهارده النمط بتاعه ويشوف هل هو فعلا بيهرب من مشاعره تجاه الناس ولا بيهرب من الناس بشكل عام. لما حد يقرب منك بزيادة، لا، قبل ما أسألكم السؤال أقول لكم المقولة بتاعتي. اللي بيهرب من الناس مش دايما مش عايز، أحيانا مش عارف. اللي بيهرب من الناس مش دايما مش عايز قربهم، أحيانا مش عارف يقرب له. مش عارف أحط إيدي على نمطهم، مش عارف أحط إيدي على نمطي، مش عارف أطمن نفسي، مش عارف اخد بالي من نفسي، مش عارف اسمي مشاعري، مش عارف ابقى كويس مع نفسي، مش عارف اقوم وانزل. فاحيانا اللي بعيد عنك او اللي ما بعتلكش او اتاخر عليك احيانا مش عارف،
مش عايز. رجل بره ورجل جوه في ايه يا نرمين؟ لو حاسس انهم مش مناسبين، لو كله مش مناسب دي برضو مشكله، دي مشكله. احيانا احنا مش عايزين، انا مش عارف. ماشي، يلا بينا. السؤال بتاع المحور ده، لما حد بيقرب منك بزياده بتتخنق، بتزهق، بتتضايق من وجوده، تبقى عايزه يبعد بأقرب وقت؟ او لا؟ يعني ايه رجل بره ورجل جوه دي يعني؟ سجليه وتعالي قوليه لي، مش فاهم يعني ايه رجل بره ورجل جوه في ايه؟ كتير لا. ماشي، يلا بينا السؤال اللي بعده. ولا بتستمتع بالقرب وبتعرف تعبر؟ تستمتعوا بالقرب، لو حد قريب منكم ممكن تستمتعوا بقربه. اوقات بحس ان رجل بره ورجل جوه في انماط التعلق، يبقى احنا ممكن نكون لسه ما وصلناش للنمط بتاعك. استني النمط اللي جاي. ماشي، على حسب طريقة قربه. ماشي، استمتع، بحس بخنقة. ماشي، لا بس نفسي. اوكي، تمام. ماشي، الله ينور يا جماعة. يلا بينا اخر نمط من انماط التعلق. كده احنا قلنا كده احنا قلنا 3 انماط، وهم كانوا 3 انماط لغايه من قريب، لغايه لما العلماء طلعوا نمط كمان، او يعني كتبوا نمط كمان. قلنا نمط التعلق الآمن، نمط التعلق القلق، نمط التعلق التجنبي. وروني بقى، عارفين نمط التعلق الرابع؟ يلا، عايز اتنطط عليكم لو محدش عرفه عشان ده جديد يعني. هم 3 انماط، ايوه. طلعوا لهم رابع بقى. قولوا لي انا جامد يعني وكده وهتنطط عليكم، ولا انتوا تعرفوا ولا ايه؟ عرفوني بس، عشان يا اما اتنطط عليكم يا تتنططوا عليا. يلا بسرعه. امم امم بصوا يا جماعه، انتوا يا اما عاملين سيرش، يا اما ده شات جي بي تي. عرفوني بس، يعني شاركوني. ماشي يا جماعه. بصوا هقول لكم على حاجه. في حد قال الواعي، هو انتوا كلكم قلتوا صح بس انا عايز اعلق على ده. في حد قال الواعي وحد قال المرضي. بصوا يا جماعه، الاولاني امن والثلاثه اللي بعد كده مرضي. عشان بس انهي الحوار ده، الاولاني امن والباقي مرضي، كلهم اسمهم مرضي. الثلاثه اللي احنا بنتكلم فيهم بس ليهم اسماء. بس انتوا جاوبتوها صح. غير جيميناي. ماشي. طب سيبوني يعني، سيبوني اتنطط عليكم شويه كده تبقى الدنيا رايح جاي يعني. ماشي، نمط التعلق المختلط او الغير منتظم زي ما انتوا قلتوا، الديس اورجانيزد اتاتشمنت. اللي هو ايه بالخلاصه يعني؟ اللي هو بوجود ثقه عاليه في انفسهم ويشعرون بالأمان. يا سلام يا عبد الملك، ده انت لسه من جيميناي حالا. ماشي، النمط المختلط ده بيكون كده مزيج، اللي كان متلخبط مزيج ما بين القلق والتجنبي بشكل كبير. ده النمط اللي كله تضارب، كله تضارب. يعمل ايه بقى؟ عايز يقرب وبيخاف، بيحب وهو اللي بيبعد فجأة، بيدي ويسحب الاثنين. بص تحسوا ان هو ايه ما بين القلق والتجنبي. وهو بقى العلامة المميزة لده ان هو مش فاهم نفسه، فهو مش فاهم علاقاته. اخرج من علاقة ده من 5 سنين دي محتاجة، ما ينفعش اقول لك لا، دي محتاجة كلام دي. ماشي، ده غالبا نتيجة علاقات فيها امان وخوف في نفس الوقت. امان وخوف في نفس الوقت يطلعوا disorganized attachment، الغير منتظم. فالشخص مش عارف هو تجنبي ولا قلق، مش عارف. فالمخ بيبقى محتار، اقرب ولا اهرب؟ ايه اهرب دي؟ اهرب. يلا بينا. المعلومه النفسيه العصبيه
ده بيقولك ان ده تضارب بين مراكز الامان والخطر في المخ. يعني مراكز الامان والخطر في المخ اصبح ليها نشاط، بيتضاربوا الاثنين، فبيخلق سلوك متقلب وغير متوقع. يعني سلوكه بيبقى متقلب وغير متوقع. يعني القلق عارفينه والتجنبي عارفينه، ولكن الغير منتظم بيبقى نمط غير متوقع. دانيال سيجل بقى بيقول لك ايه، عالم نفس، بيقول لك ايه: العقل غير المنظم هو نتيجة علاقات غير منظمة. العقل غير المنظم هو نتيجة علاقات اساسا غير منظمة. علاقات دايما ما كانتش منظمة، كان شوية حنان وشوية قلق وشوية تجنب وشوية مش عارف ايه، فاصبح العقل غير منظم نتيجة علاقاته الغير منظمة. مقولة تانية عربية بقى: التناقض في السلوك يعكس صراعا داخليا غير محسوم. تناقضك في سلوكك يعكس صراعا داخليا غير محسوم. فكره ان انت شويه حلو وشويه وحش شويه مش عارف ايه، ده مش معناه ان انت مش كويس او ان انت فيك حاجه غلط. ده معناه ان في صراع داخلي انت على غير درايه بيه، انت مش داري بيه، وهو غير محسوم، انت ما خلصتوش. علشان كده يا جماعه نظامنا النهارده هو ان احنا نخليك واعي. انا مش عشان انت تحل، انت بس كل هدفي معاك النهارده انك تبقى واعي، واعي اللي بيحصل. السلوك الغير منتظم هو دليل على وجود صراعات داخليه غير محسومه، جواك حاجات مش محسومه. نصيحتي ليك لو انت مش بتتابع مع معالج نفسي، تابع مع معالج نفسي. يا جماعه رحله العلاج النفسي دي والله لا يقوم بها الا اشخاص على قدر كبير جدا من الشجاعه، وانا بامل في الناس دي حقيقي ان هم فعلا، انا بامل لمستقبل ليهم باهر. مش عشان مع المعالج بتاعهم كده، لا، علشان هو قادر ان هو ياخد الخطوه دي. ماشي. طه حسين بيقول لك ايه بقى: اشد الناس حيره من لا يعرف ماذا يريد. أشد الناس حيرة وتعب وإرهاق هو من لا يعرف ماذا يريد. يفضل دايما في تايه، قلقان، خايف، مش عارف يعمل ايه، فهيظل دايما مش عارف يوصل للي قدامه احتياجه، لأن هو أصلا مش عارفه، فيظل هو مرهق ومرهق للي قدامه. فأول خطوة لو حد فينا عايز إن هو يدخل في علاقة ما، هو إن هو يصلح علاقته بنفسه. ماشي. جلال الدين رومي بيقول لك ايه: ما تبحث عنه يبحث عنك ولكن تخاف ان تراه. ما تبحث عنه يبحث عنك ولكن انت تخاف ان تراه. انت خايف تشوفه. فكره انت بتبحث عن علاقه، وعلاقه قويه وعلاقه امنه، هي كمان ممكن تكون بتبحث عنك، ولكن احيانا احنا بس بنخاف نشوفه، بنخاف نتوجع، بنخاف ده يحصل، ما ببقاش عارف هو انا عايز ولا مش عايز. فخد بالك، هي ممكن تكون مش مفيش علامات، هو ممكن اكون انا بس خايف اشوفه. مقولة صديقكم المفضل: لو انت مش فاهم نفسك هتتعب في كل علاقة. لو انت فعلا مش فاهم نفسك هتتعب في كل شيء وفي كل علاقة. الخطوة الأولى لبناء علاقة جيدة هي بناء علاقة جيدة وسالمة وآمنة بنفسك. لو انت مش باني علاقة سالمة وآمنة بنفسك، صدقني هتتعب في كل علاقاتك وهتتعب كل الأشخاص الموجودين في دائرة أمانك. يلا بينا. يلا بينا. السؤال بتاع المحور ده بتاع التعلق الغير منتظم: بتحس انك ساعات بتقرب وساعات تبعد بدون سبب واضح من الناس اللي حواليك؟ وحطوا تحت بدون سبب واضح ده كذا خط. يلا بينا شاركوني. مفيش جست دلوقتي يا جماعه، لان احنا بنناقش موضوع النهارده مش جست. الجست بيكون ممكن 3 4 خميس لو في وقت في فقره الاسئله، لكن مش النهارده. مش احساس ده بيحصل فعلا احيانا تراكمات. ماشي. السؤال اللي بعده: بتحس بحيره ولا راحه؟ يعني بتحس بحيره ولا راحه لما بتبعد عن شخص؟ السؤال الاولاني
التعلق التجنبي يا زوز، التعلق التجنبي بكون رافض اصلا القرب. انا مش عايز حد يقرب مني، انا مش ملزم بحد، انا مش عايز حد يقرب لي، وانا مش محتاج حد. بشكل كبير كده، هيرة وقلق شويه. ماشي، يلا بينا. دي كانت انماط التعلق الاربعه. يلا بينا نخش على فقره التمرين. عايز اول سؤال ليكو هيكون اختيار من متعدد. ها، انا في العلاقات غالبا بخاف اتساب، بخاف اقرب، متوازن ولا متقلب؟ يلا بينا شاركوني. بخاف اتساب، بخاف اقرب، متوازن، متقلب. انا في العلاقات بخاف اتساب، بخاف اقرب، ولا متوازن ولا متقلب؟ الانماط سريعا يا آية هي نمط التعلق الآمن، التجنبي، القلق، الغير منتظم. خاف اقرب، متقلب. ماشي، يلا بينا السؤال اللي بعده. اكتر حاجة بتأثر عليا، التجاهل ولا القرب الزايد ولا الغموض؟ يلا، ايه اكتر حاجة بتأثر عليكم؟ التجاهل ولا القرب الزايد ولا الغموض؟ الغموض. التجاهل. يلا، ده في شوية تجاهل طلع في وشي غير طبيعي. الغموض والتجاهل. يلا، التجاهل. في حد ايه يا روان بتزعقي ليه؟ طب في التجاهل. الغموض. ماشي. القرب الزايد. حلو قوي. اخر السؤال بقى، وهو ده السؤال اللي ممكن نبدأ نكسر بيه نمط التعلق اللي احنا ممكن نكون طلعنا بيه النهارده. محتاج ابدأ اغير ايه؟ اطلب احتياجي بوضوح، ولا احط حدود، ولا افهم مشاعري قبل ما اخد رد فعل؟ يعني كل واحد فينا وكل نمط ليه رد. انا محتاج ان انا ابدا اغير ايه؟ اطلب احتياجي بوضوح، احط حدود، ولا افهم مشاعري قبل ما اخد رد فعل؟ اطلب احتياجي بوضوح، واحط حدود، وافهم مشاعري قبل ما اخد رد فعل. ماشي، افهم مشاعري، اطلب احتياجي بوضوح. نفسي بجد. ماشي. طيب، ينفع نجاوب كل ما سبق؟ ينفع منا. ماشي، احط حدود. طيب، في ناس قالوا احط حدود، في ناس قالوا اطلب احتياجي بوضوح، في ناس قالوا افهم مشاعري قبل ما اخد رد فعل. طيب، في مننا، ما انا بسأل السؤال اهو، ليه مش عارفه السؤال؟ طيب، في مننا اللي خاض رحله ثيرابي، وفي مننا اللي مثلا حد قال مثلا ان انا احط حدود، وحد قال ان انا اطلب احتياجي بوضوح. فعايز كل واحد فينا يختار حد جاوب اجابه مختلفه عنه. يعني انا قلت هحط حدود، انت قلت، لقيت واحد كاتب كومنت ان انا افهم مشاعري بوضوح، وانا عارف ازاي ممكن تفهم مشاعرك. ماشي، فرد عليه بنصيحه منك. فكل واحد فينا يختار حد جاوب اجابه غيره مختلفه عنه، وينصحه لو هو بيعرف يعمل ده. عايز كلمه او كلمتين من، يعني من خبرتك، من خلال خبرتك. لو انت عارف ازاي حد ممكن يفهم مشاعره بطريقتك انت، قول له. لو انت عارف ازاي ممكن يحط حدود، قول له عن تجربتك انت الشخصيه. حد يقول لي ازاي افهم مشاعري بوضوح قبل ما ارد فعلا. يلا، حد يقول لي ايه. لو ما حدش رد انا هرد. لغايه لما حد يرد عليك يا ايه. عشان تفهمي مشاعرك بوضوح، نزلي حاجه من على جوجل اسمها عجله المشاعر. نزليها وابداي بصي عليها. لما يحصل موقف ما، نقي منها المشاعر اللي انت حاسه بيها هنا والان. هتعرفي تفهمي مشاعرك بوضوح لما تسميها. نرمين داخله بقلب جامد مع وسام. لا، قولي لي افهم مشاعري ازاي.
سمي مشاعرك، اختاري اسم مشاعر واكتبيها. السلام. ماشي. في عجلة مشاعر تقدري ماشي يا منى، ماشي. يلا بينا. الله ينور عليكم يا جماعة. فاضل لنا كده النهاردة الخاتمة عشان نختم الكلام إن شاء الله. لو حد عنده سؤال معانا كده 5-6 دقايق، قولوا لي الأسئلة اللي عندكم علشان نقول الخاتمة إن شاء الله. واقول لكم على حاجه، احنا عندنا يعني ان شاء الله هنعمل فقره الاسئله اللي انتم متعودين عليها، وانا موجود في العياده الثلاث والاربع والخميس، وممكن بكره او بعده اطلع لكم ساعه كده مفيش مشاكل نجاوب فيها على كل الاسئله، فما تقلقوش لو حد لسه عنده اسئله. مش عارف احدد انا غير منتظم ولا تجنبي. بص يا ملك، بشكل كبير قوي ما بنشخصش نفسنا، مش بنشخص نفسنا، لازم معالج او مختص هو اللي يشخصنا. ولكن لسه انت عارفه الموضوع، لسه عارفه الموضوع. زي ما لسه هجاوب دينا اهو. دينا فين الحل؟ الحل هو النهارده ان انا اعرفه. انا لسه عارف حاجه ومحتاج ان انا اتتبع نمطي علشان اعرف انا مين فيهم. حد ممكن يقول دلوقتي انا تجنبي، والله العظيم معالجين كانوا بيكتشفوا الموضوع في خلال اسابيع. فبلاش تسرع. انا اهم حاجه ممكن اطلع بيها النهارده ان انا اكون واعي بالاسماء. ده في حاجه اسمها تعلق تجنبي، في حاجه اسمها كذا، في حاجه اسمها كذا. ده وعي بيها، اعي بيها. انا كده عديت 3/4 الطريق. ازاي نكسر النمط ونحوله لتعلق امن؟ هو ان انا ابدا. بصوا اقول لكم على حاجه يا جماعه، طب هساعدكم ازاي اكسر النمط واحول كل اللي احنا قلناه ده لتعلق امن. هو ان انا ابدا ان انا الاحظ هو انا في انهي تعلق، ثم ابدا الاحظ الحلقه الاضعف في التعلق ده. والله انا بسال الناس كتير قوي 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 وبخاف من اقرب هروب ليهم، او اقرب تاخر ليهم في الرد. فاعمل ايه؟ ابدا ان انا اخفف مثلا الحته دي. انا هخاف وعارفه ان انا هخاف. وانا بخاف ليه؟ عشان هو هيسيبني؟ لا، مش عشان هو هيسيبني. انا بخاف علشان انا عارفه انا عندي تعلق تجنبي، وهكذا. ابدا اشوف ايه الملاحظات اللي انا كتبتها من الجروب ثيرابي بتاع النهارده. انا مسجله، هنزله لكم على اليوتيوب ان شاء الله. خشوا على اسمي هنا، هتلاقوا اللينك بتاعه في البايو. خشوا عليه ان شاء الله، هنزله لكم. تبصوا عليه تاني، تاخدوا الاعراض وتبداوا ان انتوا تخففوها حاجه ورا التانيه ان شاء الله. قولوا لي لو انا في حد ما شفتوش يقول لي. تعلق قلق وهو يستغل ده جدا، يبقى يا كارمن انا محتاج ان انا اتعافى منه. انا محتاجه انا اتعافى منه. انا عرفت ان تعلق قلق وما بقتش بدخل علاقات توكسيك، بس ما بقتش عارفه اعمل علاقات صحيه برضو، بقيت خايفه. طبيعي الخوف. هقول لك حاجه ممكن تكون غريبه شويه، خشي بخوفك. خشي بخوفك وجربي يا وسام. خشي بخوفك وجربي، يعني شيلي خوفك على كتفك وخشي بيه. الفرق بين حد مقدم او حد شجاع وحد جبان هو ان مش الشجاع ضحكوا علينا قالوا الشجاع ما بيخافش. الشجاع بيخاف وبيخش بخوفه. ازاي اتعافى؟ لسه قايلها يا كارم، ان انا اعرف انا انه تعلق فيهم وابدا اخد الاعراض وابدا اقلل انا سطو الاعراض عليا واحده ورا الثانيه. لو انا بساله كتير قوي انت مش هتسيبني، ابدا اقلله. لو انا بساله 10 مرات في اليوم اخليهم 9، اخليهم 8. لو انا يوميا بخاف على اولادي بشكل هستيري، ابطل اسال عنهم اقل مره مثلا وانا خايفه. يعني الاعراض مش هتروح، انا رد فعل اتجاه الاعراض هو اللي انا هقلله. حاسس ان اتحولت من تعلق قلق لتعلق تجنبي. بيحصل على فكره يا استاذ، بيحصل. بدات اتوقع كل شيء من اي حد بعد ما حصلت مشاكل صعبه في حياتي. ده ممكن يدخلنا في خطا تفكير اسمه التوقعات السلبيه عن المستقبل. خدي بالك يا رودينا. ايه ده؟ يمنى قالت ايه؟ استنى، بتضحكوا على يمنى ليه؟ اهو استنى. ليه دايما الشخص ايه؟ السنين طريقه عمل الشاي بالفراوله ولا ايه؟ ده سؤال بره الصندوق، ده سؤال بره الصندوق. هنزل لكم الطريقه يعني لما ابقى اغير العلاج النفسي ده ابقى شيف وهنزل لكم الطريقه. ماشي. هدفعكم عليها على فكره.
او اقول لكم على حاجه، لو احنا قولوا لي لو حد فيكم في اسكندريه او في القاهره، لو انتوا عايزين نعمل الجروب ثيرابي ده في اسكندريه او في القاهره، انا عيادتي موجوده في القاهره وعيادتي موجوده في اسكندريه في التجمع القاهره التجمع الخامس، اسكندريه في مصطفى كامل. لو حابين ان احنا نعمل نسخه من الجروب بتاعنا ده نعملها لايف في العياده، نتفق على يوم ونتجمع في اليوم ده، ماشي، ممكن اعمل لكم شاي بالفراوله قد كده، ماشي، ونوزع علينا كلنا. بس قولوا لي لو حد حابب ان هو يعمل الحاجه دي. يا منى والله احنا دخلنا لايف صعب جدا. طب اقول لكم على حاجه، هعمل بول كده، انزله ستوري وتقولوا عايزين الجروب ثيرابي في العياده في اسكندريه ولا في القاهره، ماشي، وساعتها ممكن ابدا انسق مع العياده عندي ونبدا نعمل الجروب ده. وده على حس نرمين برضه، عشان نرمين لسه سالني عن الموضوع ده. بصوا المج بتاعي هبقى اوريه لكم عندي. ربنا يبارك فيك يا رودين، ربنا يبارك فيك. بتعمل جلسات اونلاين؟ جلسات اونلاين جوه مصر وبره مصر، وفي العياده عندي في العيادتين اللي بقول لك عليها. اسكندريه ماشي، القاهره طبعا ماشي. والله والله يا ايمان. اسكندريه، طيب هقول لكم على حاجه، هسيب لكم الرقم بتاعي، ماشي، هسيب لكم الرقم بتاعي. الرقم ده ابعتوا لي، قولوا لي احنا عايزين جلسات، عايزين اللي عايز جلسه يقول لي، وطبعا اللي عايزين جروب ثيرابي بتاعنا يقول لي. بس يا جماعه اقول لكم على حاجه، اللي هنخش في الجروب ثيرابي على ارض الواقع لازم نكون ملتزمين ماشي، عشان نقدر ان احنا نتفق مع العياده ان شاء الله. انا خدت خطوه في العلاج النفسي لكن تراجعت. لا والله، يعني والله نصحت ليك يا رودينا اوعي تتراجعي، اقسم بالله هتشكري نفسك بعدين، هتشكري نفسك بعدين والله. ليه دايما الشخص التجنبي والقلق بينجذبوا لبعض؟ ده سؤال حلو قوي 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 قوي. ابعتي لي يا ايمان على البرايفت او على الرقم اللي انا كاتبه ده، وانا هرد عليكي واحولك للسكرتاريه الخاصه. ليه النمطين دول بيقربوا من بعض؟ النمطين دول بيقربوا من بعض لان النمط القلق بيكون عايز يقرب قوي 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 قوي، وبيشوف التجنبي كاريزما، والتجنبي بيشوف فيه امان بدون ما هو يبذل فيه مجهود. الله، السؤال ده حلو قوي، السؤال ده حلو قوي قوي، السؤال ده حلو قوي قوي. تنسوش تعملوا فولو علشان تدخلوا معانا الجروب ثيرابي ان شاء الله. الجروب بيكون عباره عن ايه؟ لو انت لسه هنا يا زوز، الجروب بيكون عباره زي ما احنا طالعين كده، بيكون عن موضوع احنا بنتكلم فيه، ماشي، وبعدين بنعرض فقره اسئله، وبعدين بنعمل علاجيات فرديه وعلاجيات جماعيه. ده الجروب ثيرابي. البوردر لاين بيخف، مش بيخف، ولكن يا علياء بنخفف اعراضه بشكل مهول لدرجه ان انا ما بحسش ان انا بوردر لاين. عايز اقول لك يا الاء، اسف، عايز اقول لك يا الاء، الموضوع ده من اكتر المواضيع البوردر لاين. الناس اللي بتتعافى منه وبتحس ان هي مش بوردر لاين ولا حديه، بتبقى مبسوطه بنفسها جدا جدا جدا. دكتور جاوبني من فضلك، قولي لي يا ايه، ابعتي لي طيب مره واحده. هو ممكن النمط يتغير على حسب العلاقه والشخص الاخر؟ لا يا اسراء، يعني ممكن يتغير من مرضي لمرضي، لكن عشان يوصل لامن دي موضوعك انت، مش موضوع اللي حواليكي. بتقول أخت زوجي بنت وحيدة ومتعلقة بزوجي تعلق مرضي، حرفيا بتعامله كأنه جوزها مش أخوها، وده مأثر على استقرار بيتي، أعمل إيه؟ اخت جوزها تاني كده معلش؟ أخت جوزها بتعامل جوزها أكنه جوزها، مش أكنه أخوها. فهمتك. بتعامله بالشكل الكبير ده، يبقى محتاج ان اخوك يبدا يضع حدود وينبه اخته، يحط قدامهم الموضوع ده ان فعلا ده تعلق بشكل ما مرضي. هنزل الجروب ان شاء الله، هنزله وريهوله، ولازم ان هو يبدا يحط حدود، لان ممكن بدايه المشكله تكون من عنده، وان هي لو محتاجه فعلا معالج لفك التعلق ده لازم تروح. حاضر ممكن ادخل الجروب، والله لو عملنا جروب في اسكندريه هقول لكم كلكم، بس لازم نكون على قدر ما من الالتزام. فانا مستني المسجات بتاعتكم، لو انتم محتاجين ان احنا نعمل الجروب هنعمله على ارض الواقع. يلا بينا نخش على الخاتمه علشان اسيبكم تناموا ان شاء الله. بص، انت مش نمط تعلقك، لان ناس كتيره فينا بيكونوا فاكرين ان احنا نمط التعلق. خلاص، انا ونمط التعلق واحد، وانا ونمط التعلق
مش هننفصل عن بعض ابدا. وانا جاي اقول لك ان الحمد لله اثبتت الدراسات ان انت تقدر تتخلص منه وترجع لنمط التعلق الامن. الموضوع مش سهل، الموضوع مش بسيط، ولكن والله العظيم مع تعاملك المستمر بحرص مع نفسك وبحنان وبامان مع نفسك، صدقني هتعرف ان انت تحول انماط التعلق الغير امنه لامنه. انت انسان بس اتعلم بطريقه معينه يعني ايه حب، والطريقه المعينه دي ممكن تكون طريقه مرضيه. ففكره ان انت اتعلمتها صعب جدا ان انت تتخلص منها، ولكن والله مش مستحيل. وكم من ناس شفتهم بعد رحله علاجيه ما مش بسيطه بداوا ان هم يشكروا نفسهم ان هم بداوا من زمان. فاوعى تقول مش مهم، اوعى تقول والله بعدين، اوعى تاخر. لو انت عندك مقدره ان انت تبدا، نصيحه من اخوك مش من المعالج بتاعك، نصيحه من اخوك، ابدا. هتشكر نفسك بعدين. واقول لكم على حاجه، انا ما اتولدتش معالج، انا في فتره من الفترات خدت رحله علاجيه في امريكا. في امريكا لازم تخوض رحله علاجيه لا تقل عن 2 سنين علشان تبقى معالج نفسي. ومن رحلتي انا الشخصيه العلاجيه عايز اقول لكم ان انا قاعد معاكم هنا انا بشكر نفسي، بشكر نفسي بفضل الله طبعا ان انا خدت الرحله العلاجيه دي. ليه؟ علشان حتى ابقى وسطيكوا دلوقتي، علشان اعرف اقعد معاكم واتكلم معاكم والكلام من ده. والله انا لو ما كنتش خدت الرحله العلاجيه دي والله ما كنتش عرفت اقعد، والله كان زماني الى الان في نفس الالم. فلو واحد بيعاني من اي الم من نمط تعلق مش قادر، دوس على نفسك، زق نفسك، بس ارمي نفسك مع المعالج بتاعك، ارمي نفسك والتزم حتى وانت بتتقطع، حتى وانت تعبان، حتى وانت موجوع. شفت ناس وشفت ناس في دايرتي القريبه وشفتني ان قد ايه الموضوع ده مختلف، وقد ايه الموضوع ده بيفرق. لو انت محتاج فعلا، لو انت مش محتاج لا طبعا، لو انت محتاج فعلا. ماشي. جلال الدين الرومي بيقول لك ايه؟ قال لك الجرح هو المكان الذي يدخل منه النور. يعني جرحك هو ممكن يكون المكان الذي يدخل منه النور. على قد ما جرحك وجعك، وعلى قد ما الدنيا كلها تقيلة عليك، وعلى قد ما الموضوع ممكن يكون مؤلم جدا، ولكنه ممكن ايضا يكون الشقوق اللي اتفتحت جوه قلبك دي من الجرح ممكن يكون هي المكان اللي يتسلل منه النور لقلبك لو انت فعلا خدت رحلة علاجية. اوعى تبخل على نفسك برحلة علاجية لو انت محتاجها. مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود قال لك كلمة جميلة جدا جدا. قال لك إن الإنسان يتغير حين يرى نفسه بوضوح. الإنسان يتغير حين يرى نفسه بوضوح. أنت هتبدأ تتغير زي ما احنا اتكلمنا النهاردة وقعدتوا تقولوا إيه العلاج إيه العلاج إيه العلاج، وقلنا أجزاء منه، ولكن الإنسان بيبدأ في التغيير أول ما يرى نفسه بوضوح. يعني أول ما احنا سردنا النهاردة موضوع التعلقات التجنبية والديس أورجنايزد والآمن وي، بمجرد أن ترى نفسك بوضوح أنت أين، أنت فين في دول، بمجرد ما يبدأ التعافي، بمجرد ما يبدأ التغيير. وأقول لكم على حاجة كمان، قلنا من كذا جروب إن المفارقة العظيمة والغريبة أنها حين تتقبل نفسك كما هي يبدأ التغيير. يعني أول ما تبدأ تتقبل نفسك زي ما هي، أنا زي ما أنا أهو، يبدأ التغيير. ودي المفارقة الغريبة جدا، لأن الناس فاكرة إن جلد الذات وعدم تقبل الذات وان انا ادفع الذات بشكل غير طبيعي واشاور على غلطاتي واستاء من نفسي هو ده اللي هيغيرني. لا، لان القسوه ابدا ابدا لا تصنع انسانا اقوى، بل تصنع انسانا اكثر تخوفا. اوعى تكون فاكر ان قسوتك على نفسك ومشاورتك على غلطاتك هي دي اللي هتخليك انسان اقوى، بل ستصنع منك انسان اكثر تخوفا. اللايف مسجل فانت هتفضل خايف، هتفضل قلقان، هتفضل جهازك العصبي متوتر فقط لان انت قاسي على نفسك. فما تاخدوش الجروب بتاعنا والكلام بتاعنا النهارده ان هو عشان كلنا نشاور على اخطائنا. بيجي لي ناس في العياده وكلام لما بنبدا ان احنا نطلع الغلطات بتاعتهم او الحاجات اللي هم المفروض يعالجوها، انا ده كمان، انا كمان بايظ في ده. انت مش بايظ، احنا بنشاور على اخطائك رأفة بك، ومش رأفة اللي هو يا عيني، لا، رأفة بك. انت جاي اصلا رأفة بك عشان انت عايز نفسك تكون احسن. فاوعى لو انت لقيت نفسك في حته من الحاجات دي تقول ايه، والله انا وحش، والله أنا... لا، انت مش وحش. انت اتعلمت الحب والتعلق بطريقه غريبه، بطريقه ليست امنه، ودورنا ودورك اتجاه نفسك ان انت ترجعها تاني امنه. فمش عايز واحنا بنمشي في رحله علاجنا ان انت تكون شايف نفسك كل الغلطات. ونرجع تاني للمقولة اللي قلناها اللي كانت في غاية الروعة لما اتقال إن الإنسان الذي يهرب من الناس بداخله صراع لم يحسمه.
وبداخله صراع لم يحسم، بداخله شيء يخشى مواجهته. جواك حاجة انت خايف منها، جواك حاجة خايف تواجهها، جواك كسر لم يلحم. اسعى فيه. مفيش حاجة هتخليك أحسن من إن أنت صحتك النفسية تبقى كويسة. والله كل حاجة هتمشي في حياتك بعون الله، هتكون أفضل. لكن لو عملت كل حاجة حلوة، كل حاجة، حاضر يا إيمان، لو عملت كل حاجة حلوة وأنت صحتك النفسية مش كويسة، هتفضل قلقان وهتفضل مش حاسس بطعمها. والمقولة اللي أنا عايز أقولها لكم إن اللي أنت اتعلمته زمان تقدر تعيد تشكيله دلوقتي. مفيش حاجة حتمية. وده اللي أنا اتعلمته من رحلتي اتجاه نفسي، ومن رحلتي مع نفسي، ومن رحلتي مع أصدقائي في العيادة، ومن رحلتي مع الناس اللي بتيجي في العيادة. وأنا كان ليا الشرف إن أنا ربنا يطلعني على هذه الرحلات. مفيش حاجة حد قدم لها بإخلاص تام اتجاه رحلته إلا وربنا كافئه. فاللي حصل لك زمان مش دائم ومش أبدي ومش ده قدرك في الدنيا. نستطيع أن نعيد تشكيله بالشكل اللي يليق بيك، وده بيحصل وحصل وهيحصل. كل واحد فينا يستحق ان هو يعيش حياة آمنة، حياة خالية من الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية، لأن احنا بقينا في عصر مليء بالاضطرابات النفسية. انتوا تستحقوا ده. فعايز أقول لكم إن أنا أنست تاني بوجودكم، وأنست بإن أنا أسمعكم، وأنست إن أنا أشوفكم. حقيقي وجودكم النهاردة كان ونس وأنس، والموضوع كان تقيل، كان تقيل. الدنيا مش أبسط حاجة. إيه؟ أنا كانت بتقول أنا لو دخلت الجروب لازم أحضر صح، مش هينفع أونلاين؟ لا يا منى، بصي هقول لك على حاجة. لو إحنا إن شاء الله عملنا جروب في اسكندرية، إن شاء الله ممكن نحضر أونلاين. بيبقى فيه جزء كبير مننا حاضر في العيادة، وجزء كبير حاضر أونلاين. لو جمعنا بعضنا وفعلا جمعنا العدد المطلوب، هكلم العيادة وهنعمل جروب ثيرابي، وهنزل لكم مخصوص، وعد حتى يوم اجازتي هنزل لكم. ولكن لازم نكون يعني واثقين ان احنا محتاجين. ماشي يا زوز، خلاص اتفقنا. اللايف مسجل، اللايف مسجل يا جهاد. هيكون موجود فين؟ هيكون موجود هنا اهو. خشي على اسمي، هتلاقي البايو، في البايو بتاعي هتلاقي اللينك بتاع اليوتيوب، خشي عليه هتلاقي اللايف مسجل ان شاء الله. فحسنا منكم المسجات لو انتم محتاجين الجروب ده ينزل على ارض الواقع. ناس كتير منكم سالوني، وناس كتير بقوا اصحاب خلاص هنا في الجروب بتاعنا هنا لايف. فعايز اقول لكم انا يعني تاخرت عليكم، حقكم عليا، ولكن ان شاء الله مش هنقطع ببعض تاني، حتى لو مره في الاسبوع على الاقل في الجروب بتاعنا الساعه 10. ولكن هطلع لكم كذا مره ان شاء الله علشان نتكلم عن فقره اسال معالج نفسي. فبس انست بوجودكم جدا، وجودكم كان راحه وهدوء. نرجع تاني للمقوله ان اللي حصل لك قبل كده واللي حصل لك في الماضي انت قادر على اعاده تشكيله مره اخرى. فما تنسوش اللي انتوا فيه ده مش حتمي، واللي انتوا فيه ده مش قدري، ومش ده قدركم خلاص تقدروا تغيروه. ولكن محتاج منكم حاجتين: دافعية انا عايز اغير ده، واستمرارية. وبس كده. اشوف وشكم بألف خير. انست بوجودكم جدا جدا جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوف وشكم بألف خير. تصبحوا على خير. اسمي عبد الرحمن، اسمي عبد الرحمن يا صديقي، اسمي عبد الرحمن، حرام عليك. اسمي عبد الرحمن يا صديقي، حرام عليك يا راجل. احنا قفلنا بشكل جميل وشكل رومانسي. انا ما عنديش اي مشاكل، بس حرام عليك يا راجل. نكتة الموسم دي حرام عليك. اقول لكم على حاجة، دي شكلها السيف اكزيت. ماشي، اللي انت شايفه، اللي انت شايفه. اللي انت شايفه خلاص، اللي انت شايفه يا عم. يعني الحمد لله جه سولي دخل كلمنا علشان ماشي عيدكم بكره، ماشي. علشان نعمل سيف اكزيت. فسبحان الله ربنا بعت لنا اهو السيف اكزيت. احمد وفاروق، صحيح، صحيح يا اسراء. مش مهم كل دول ممكن يكونوا اي حاجه في الدنيا. والله العظيم الحمد لله. يعني الجروب كان تقيل النهارده، فربنا بعته لنا علشان وبقول الشهاده، يعني جاي وانا بقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. يعني طب اعمل ايه يا صديقي، اعمل ايه؟ طيب قول لي اعمل لك ايه تاني؟ بس كده. والله انست بوجودكم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
هقول لكم طريقه الشاي بلبن المره الجايه. مع السلامة.